عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي زغاليل اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عندنا فيديو مجمع من اول التقييم الاول لحد التقييم ال 14 على المنهج كله بالكامل، دفعه 26 احلى دفعه ان شاء الله، ربنا يكرمكم. الامتحانات قربت على الابواب. طبعا ان شاء الله النهارده هنحل من اول التقييم الاول لحد التقييم ال 14. يلا بينا نسمي الله وصلى على سيدنا محمد. ولكن قبل ما نبدا لا تنسى اللايك والسبسكرايب، وما تنساش ان في عندك فيديو كامل لشرح المنهج كله باهم نماذج التعلم واللي انت سمعتها وما سمعتهاش، ويبقى عندك فيديو حل على المنهج كله من كتاب المصدر وكتاب الامتحان. يلا بينا نبدا النموذج الاول. اول حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم على الدرس الاول، الحضاره والتاريخ في الاسبوع الاول. اول حاجه تتعدد اهميه دراسه علم التاريخ اي من الاتي يخرج عن اهميه دراسته. بص بقى، زي ما احنا اتفقنا مع بعض، وهعوجكم وهفضل اعوجكم كل مره في كل فيديو اللي باجي احل فيه، بقول لك حبيبي قلبي 50% من اجابه السؤال هو نطقك ليه الاول، نطقك ليه، ثم ال 50 الباقيه ان انا ارجع اشوف السؤال عايز مني ايه وابص على الاجابات. نطقت السؤال صح هعرف احله صح، نطقت السؤال غلط هحله غلط. قدامي 4 اجابات، جاوبت مقالي يبقى 100 100، ما عرفتش ابص على الاربعه، اكيد في حاجه من الاربعه طايره بناء على فهمي وحفظي، فلما طير واحده او اثنين واختار من اثنين ارحم مختار من كام؟ من 4. سمي الله ويلا بينا زغاليل نبدا. تتعدد اهميه دراسه علم التاريخ اي من الاتي يخرج عن اهميه دراسته، يعني مش موجود معايا. ابراز القدوه الصالحه ده طبعا من اهميه دراسه التاريخ. تنميه الشعور ده معايا. تقبل الاخر تعالى معايا. التفاخر بالاصول والحضاره طبعا دي الاجابه الوحيده اللي مش معانا، دي الاجابه الصح. تفاخر يعني هنا هيبقى في كبر، في غرور. صبرت اي مجهود يقوم به الانسان، على طول مغمض عينيا، اي مجهود يبقى هنا حضاره مع تاريخ. لكن لو زمن مع انسان اسف، اي مجهود يبقى حضاره مع انسان، ولو اي زمن يبقى على طول انا مغمض عينيا يبقى تاريخ مع انسان، ودي مين؟ حضاره. اي من الاتي يتعارض وجوده مع تطوير الانتاج الحضاري والثقافي الانسان؟ يتعارض وجوده يعني ما ينفعش يبقى موجود معايا. التعمير والاستقرار والامن الثلاثه اصلا ينفعوا يبقوا معايا، لكن الاجابه الوحيده اللي ما تنفعش معايا الا وهي الاضطرابات. من اقوال الامام الشافعي راي صواب يحتمل الخطا، يعني رايي اللي دايما انا شايفه صح ممكن يبقى غلط، وراي غيري خطا يحتمل الصواب. ينطبق القول السابق على اي من فوائد دراسه التاريخ. طبعا هنا بتكلم على ان الراي والراي الاخر، ومش دايما انا صح، ممكن ابقى انا مين؟ غلط وانا مغمض عينيا. ده هنا ابتعاد عن تعصب. ابتعاد عن مين؟ عن تعصب. شبه بالظبط كده الحضاره لم تقم على امه واحده، وده حقيقي جدا. ما ينفعش يا جدعان ان دايما انا صح، حتى لو انا دايما صح ممكن في مره ابقى غلط، واللي دايما قدامي غلط ممكن في مره يبقى صح. الهدوء حلو، الحكمه حلوه، النقاش حلو. انت مقتنع برايك لنفسك، انا مقتنع برايي لنفسي، مش لازم افرض رايي عليك. اللي وراه ارتبط اكتشاف الانسان للزراعه واستقراره بايه؟ تعال معايا. ثوره صناعيه ده طبعا في دوله حديثه مش معانا خالص، عصر حديث مش معانا. سياده الاقطاع ده وسطى. استخدام النار برده مش معايا، يبقى معرفه مين؟ الكتابه، لان معرفه الكتابه هيظهر الحضاره والتاريخ. الاسئله المقاليه حدد العلاقه بين الثوره الصناعيه والاستعمار الاوروبي لشمال افريقيا. طبعا ده هقول ده في عصور حديثه، وهقول ان الثوره الصناعيه اصلا كانت مرتبطه بحاجه اسمها الكشوف الجغرافيه، ان كان عندي حاجه اسمها صناعه فانا محتاج مواد خام، وانا كدول اوروبيه فقيره فبضطر ان انا اعمل حاجه اسمها اكتشف اماكن جديده او مناطق جديده فبحتلها، باخد منها المواد الخام، مني بخلي المكان اللي انا احتلته دوت سوق مفتوح ليا ابيع فيه اللي انا عايزه، مني باخد منه مواد خام. زي مين بالظبط كده؟ زي الهند، زي ما عملت معاها انجلترا وعملت معاها فرنسا وهولندا ودول كتير جدا. حدد تقييمك لمدى مصداقيه العباره الاتيه: الحضاره الانسانيه سلسله متصله ساهمت كل امه فيها بنصيب. طبعا هقول له العباره صادقه. هو ايه صادقه؟ اول حاجه عندي هتكلم هنا دي شبه بالظبط الحته بتاعت البعد عن التعصب. بص يا حبيب قلبي، الحضارات دايما تتكامل، تتصل، تتطور، وليست حضاره واحده. بدليل لو هتكلم على العرب كانوا مميزين في ايه؟ قال لك كانوا مميزين في الطب والفلك. لو هتكلم على المصريين القدماء كانوا مميزين في ايه؟ قال لك كانوا مميزين وبارعين جدا في حضاره قويه قوي. لو هتكلم على الاغريق او اليونان كانوا مميزين في ايه؟ كانوا مميزين في حاجه اسمها الفلسفه. فهنا بتكلم، انا اديتك مثال بسيط قوي، فهنا بتكلم الحضارات كلها مالها بتتكامل. ما ينفعش او مفيش حاجه اسمها انا لوحدي دايما ولا صح، انا الواحد اللي دايما عملت العالم، لا استحاله. عامله بالظبط زي البيت، الاب والام الاثنين بيكملوا بعض، فبتلاقي بيت صالح، بيت قوي، بيت نظيف. فانا هنا عندي الحضاره تتكامل، يعني تعدد اديان، يعني تعدد لغات وليست ديانه واحده او لغه واحده. هنتكلم على الواجب المنزلي. صلوا على النبي يا زغليل. اي من العصور التاريخيه الاتيه تتمثل ملامحه في سيطره اوروبا استعماريا على بلاد العالم؟ طبعا ده يبقى انا مغمض عينيا يبقى ده عصر حديث على طول، على طول، لاني وسطى لا اقطاع ملهاش دعوه، هو بيتكلم على بعض العالم يبقى ده احتلال. يبقى الاجابه الصح طبعا مين؟ حديثه. معلش انا مش عارف عملت كده ليه. حملت العصور الحديثه في طياتها، يعني جواها وبداخلها بشكل واضح، العديد من الاحداث التي اتسمت بالسمه. عصور حديثه تمام، جواها كانت في احداث بالسمه طبعا مين؟ اقتصاديه، ثوره صناعيه. ثوره مين؟ صناعيه.
غادرت الحضاره الانسانيه اوروبا واستقرت مره اخرى في بلاد الشرق خلال العصور. هو الاول كانت عندنا، ثم غادرت راحت اوروبا، ثم رجعت لنا تاني. يبقى مين؟ عصور وسطى، ثم راحت لحديثه، وراحت لمعاصره، وراحت هناك غفلت، جالها بقى حموضه، جالها امساك. المهم ان هي قعدت هناك ما جاتش لحد دلوقتي، بس ان شاء الله جايه. لا تقلق انت وهي جايه. اللي وراه السؤال رقم 4 بيقول لك العالم لم يقم على يد حضاره واحده او عنصر واحد او لغه واحده. العباره السابقه تدعو او بتتكلم عن مين؟ طبعا ده البعد عن مين؟ عن التعصب. وانا مغمض عينيا على طول، لاني بتكلم ان تعدد اديان، تعدد لغات، تعدد حضارات، فالعالم كله كمل بعضه. امامك صوره تظهر العنايه والمحافظه على التراث البشري، وهنا مكتوب ترميم اثار. اي من قيم دراسه التاريخ نستنتجها من الصور. هنا بتكلم على مين؟ يبقى تنميه الشعور بالمسؤوليه، الحفاظ على المكتسبات بتاعه الاجداد، اي حاجه عندي في المجتمع احافظ عليها. اي صحه العباره التاليه دراسه التاريخ وفهمه من اهم عوامل تقبل الاخر. طبعا هقول له عباره صحيحه، وهتكلم على البعد عن التعصب والتطرف، وهتكلم على الحضاره لم تقم على امه واحده زي ما انا شرحتها فوق قبل كده. يمكن اعتبار فتره التاريخ المعاصر عصر المتناقضات. طبعا يبقى عندي ايجابيات اللي هي زي طلوع القمر، تحرير الدول من الاستعمار، عندي تكنولوجيا وتقدم علمي وتكنولوجي. عندي السلبي، عندي حروب، عندي مجاعات، عندي تفشي الامراض، عندي برضو تقدم علمي وتكنولوجي سلبي. يبقى انا عندي ايجابيات وعندي مين؟ سلبيات في الاثنين. وده ان شاء الله تاخدوه في النص الثاني عندكم في الفلسفه. الحضاره والتاريخ هنتكلم على الاسبوع الثالث التقييم الاسبوعي. وجه الشبه بين سمات العصور الحديثه والتاريخ المعاصر يكمن فيه الهبوط على القمر، ده ايجابي بس موجود في المعاصر، ما ينفعش. ثوره معلوماتيه، ده في معاصر وليس في حديث. انتشار الحروب ولظهور الديانات السماويه، الديانات السماويه اصلا لما ظهرت في العصور القديمه، ما ينفعش. وسطى كمان. يبقى الاجابه الصح انتشار الحروب، لان العصر الحديث انتهى بالحرب العالميه الاولى، والمعاصر بدا بالحرب العالميه الاولى. تفرق زي الفتوحات الاسلاميه كده، لو جه قال لك ايه الاشتراك ما بينها، يبقى الفتوحات الاسلاميه مشتركه بين العصور الوسطى وبين العصور الحديثه، عشان كانت نهايتها في بدايه العصور مين؟ الحديثه. اللي وراه. بسم الله. بدا تدوين الانسان لبعض احداث التاريخ منذ تدوين انسان لبعض احداث التاريخ، يبقى طبعا عصور قديمه، عصر كتابه. تمام. اللي وراه. بدأت الحضارات العظمى منذ العصور القديمة، وتسمى بأنها في مهدها كانت حضارات طبعا شرقية. لو انتم فاكرين عالم قديم كان عندنا 4 حضارات عندنا، والناحية التانية كان في 2. يهتم بعض متعصبي الحضارة الغربية يتهم بعض متعصبي الحضارة الغربية العرب الآن بأنهم أمة متأخرة وأعداء التقدم والحضارة. ما ردك على هذا الاتهام؟ طبعا هقول لكم اتهام باطل، لأن العرب كانوا أمة متقدمة جدا، وأصلا اللي قاد الحضارة القديمة كانت أصلا حضارة شرقية، فهو العرب. فكل الكلام اللي بيقوله دوت طبعا ماله؟ غلط. اللي وراه. طيب السؤال اللي وراه بيقول لك اتهم بعض متعصبي الحضارات الغربيه العرب الان بانهم امه متاخره واعداء التقدم. ما ردك على هذا الاتهام؟ اقول له طبعا دول ناس هطل، يهبل، يهطل، ما فيش الكلام ده، لان اصلا احنا كنا اساس الحضارات اللي قامت الحضارات الشرقيه، بدليل مصر، فينيقيا، العراق، فارس، لو انت فاكر. فطبعا الاجابه ده كله غلط، يبقى ده اتهام باطل، حيث اننا كنا مهد الحضارات. فسر اسباب حرص الامم على دراسه علم التاريخ. طبعا عندي 4 حاجات. هقول ابراز الشخصيه الصالحه، هقول المحافظه على ممتلكات او مكتسبات المجتمع، هقول عندي الاستفاده او التصحيح من عبر القدماء، ثم اخر حاجه عندي البعد عن التعصب. اللي وراه. من قراءة التاريخ زاد عقله وأضاف عمرا إلى عمره. نستدل من هذه العبارة على طبعا التاريخ حاجة حلوة جدا. البعد عن التعصب ماشي، بس ده مش هيتكلم على الحتة دي خالص. تنمية الشعور بالمسؤولية جميل جدا، بس فين الحاجة اللي أنا حافظ عليها؟ ده بيتكلم على تاريخ إن أنا لازم أقرأ كتير جدا. دراسة التقدم العلمي، لا طبعا. يبقى دي الإجابة الصح، هي أهمية دراسة التاريخ. اللي وراه. إذا ما آمن الإنسان الخوف وتحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء. طبعا ده عامل زي ويل ديورانت بالظبط. عندما تتحقق تلك المقولة لويل ديورانت، يستطيع الإنسان صنع طبعا الحضارة. وأنا مغمض عينيا على طول. اللي وراه، لأن طبعا احنا اتفقنا مع بعض ويل ديورانت قال لك إن أساس الأمن والاستقرار يعني وجود حضارة. مفيش أمن مفيش استقرار مفيش حضارة. تمام. اللي وراه. السؤال اللي وراه رقم 3 بيقول لك اي العصور التاريخيه الاتيه ينطبق عليها عصر المتناقضات، يعني في شيء ايجابي وشيء سلبي زي ما احنا قلنا مع بعض. يبقى العصر مين او التاريخ مين؟ المعاصر. اللي وراه. حدد العلاقه بين اهميه دراسه التاريخ وتواصل الحضارات. يبقى هنتكلم على البعد عن التعصب زي ما احنا قلنا، وان الامه او الحضارات لم تقم على حضاره واحده بل على حضارات، بل هي تكاملت وتنوعت اللغات والاديان جواها. دلل على صحه العباره تمييزها ببعض احداث التاريخ المعاصر بالتخلص من تبعات العصور الحديثه. اقول له طبعا العباره صحيحه، وهتكلم هنا على عصر معاصر، وهنا هتكلم على ظهور التحرر والاستقلال من المستعمرين. المجموعه اللي وراها.
ارتبط الهدف الرئيسي الذي من اجله نشأت الحضارات على سطح الارض. ايه بقى الهدف الرئيسي يا حبيب قلبي انت وهي؟ طبعا احنا عارفين الا وهو تعمير الكون. يبقى التعمير الامثل لمين؟ للكون، زي ما ربنا قال. وربنا اصلا خلقنا كبشر ليه اصلا؟ لتعمير الارض. اقامه العديد من المشروعات الكبرى الان بمصر والتي تتبناها الحكومه المصريه لم تكن لتتم ولا تظهر للعلن اذا التزمنا بمفهوم الحضاره عند ويل ديورانت الا من خلال توفير ايه؟ كان لازم حاجه نوفرها عشان يحصل عندي التقدم موجود عندنا في مصر دلوقتي طبعا، والعالم كله عارف التقدم دوت. التواصل مع العالم الخارجي. طب ايه العلاقه؟ بيتكلم عن شيء داخلي. الاستفاده من خبرات السابقين في ايه بقى ان شاء الله؟ ابراز القدوه الحسنه استحاله بتحقيق الاستقرار والامن، لان ويل ديورانت قال لك الكلام دوت. ثم اللي وراه. ظهر التفوق الحضاري لبلاد الشرق على اوروبا، تفوق حضاري لبلاد الشرق على اوروبا طبعا خلال عصور. تعالى بقى معايا، قديمه ومعاصره استحاله. معاصره هناك، قديمه ماشي. وسطى وحديثه هقول لك وسطى قشطه، حديثه لا، حديثه ومعاصره لا، يبقى قديمه ووسطى عشان احنا كنا مشتركين احنا الاثنين في القديمه ثم احنا اللي تقدمنا في الوسطى. أجب على الأسئلة الآتية. حدد وجه الاختلاف بين مفهوم التاريخ ومفهوم الحضارة. أبسط حاجة خالص هقول التاريخ علاقة بين الإنسان والزمان، يعني معرفة ماضي، فهم حاضر، تنبؤ مستقبل. أما الحضارة فمجهود ما بين حاجتين، ما بين جهد إنسان وما بين بيئة موجودة عنده عشان يحسن ظروفه المادية أو المعنوية. اللي وراه. دلل على صدق العبارة تاريخيا التقت الحضارة الإنسانية بين الشرق وأوروبا خلال عصور التاريخ. حقيقي طبعا أقول له عبارة حقيقي صادقة فعلا. الحضارة أصلا بدأت عندنا في الشرق ثم راحت في الغرب ثم رجعت عندنا في العصور الوسطى في الشرق قعدت 1000 سنة ثم راحت للغرب في الحديثة ثم كملت في المعاصرة في الغرب وفضلت هناك إيه مفخدة لحد دلوقتي. إيه اللي وراه على طول الأسبوع التاني؟ الأسبوع التاني اللي وراه. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. وهنا بنتكلم على ورقة مين الحصة. الحاجة أم الاختراع، حكمة طبقها المصريين القدماء باستخدام. حاجة أم اختراع يعني هم خدوا حاجة كده استفادوا منها قوي. البرديات ده البرديات كانت بتاعت طبقة عليا قوي، ناس كده صفوة، ناس كده مش أي حد، يعني مدارس، يعني أحكام من فرعون أو حتى تخرج بره. النقوش جميل جدا ملهاش علاقة طبعا خالص. أساطير لا، يبقى طبعا مين؟ الأستراكة عشان كانت هي الأقل في التكلفة والأكثر انتشارا واستخدامها طبقتين ألا وهي الطبقة العامة والطبقة الوسطى. يصنف كتاب رفاعة الطهطاوي تلخيص الإبريز في تلخيص باريس والذي تضمن تسجيل مشاهداته في بعثته لفرنسا على إيه؟ يبقى هو راح. مصادر أولية ولا ثانوية؟ ثانوية ما يشتق عن الأولي، يعني حد خد من حد بعد الحدث، استحالة. كتابات فلسفة دي أو مصادر ثانوية. شعراء برضو ثانوية. الإجابة الصح طبعا مصدر أولي. ليه يا مستر مصدر أولي؟ لأنه يعتبر عامل زي المؤرخين بالظبط، زي مانيتون وزي هيرودوت، لأنه عايش أو عاصر الحاجة اللي موجودة عندي. تفرق. تم توثيق الوحدة السياسية الثانية يعني مينا توحيد القطرين بين شمال مصر وجنوبها قديما على مين بقى؟ تعالى معايا. طبعا يبقى صلاية نعرمر وانا مغمض عينيا عشان هو اللي عملها لان دي بتاعته. برديه ايبرس دي طب. حجر باليرمو ده بيتكلم على دولة قديمة وبيتكلم على اهرامات وعصر قوة ملوش علاقة خالص. يمكننا دراسة رحلات الملك سنفرو أسرة رابعة تجارية لجلب خشب الأرز من بلاد فينيقيا من خلال. تعالى بقى معايا بالراحة كده. احنا بنتكلم على خشب وعلى فينيقيا طبعا، يبقى انا هنا ما ينفعش دي اصلا مش معايا خالص ولا دي معايا، ودي بتاعت مينا بس، يبقى حجر مين؟ باليرمو. ده لحد الملك الثالث في الاسره الخامسه، فده كام؟ اسره رابعه. يبقى الاجابه الصح معايا حجر مين؟ باليرمو. بالراحه بهدوء خالص. انا فاهم هعرف احل، مش فاهم مش هعرف احل. الموضوع منتهي. حط دي قاعده في دماغك. مذاكر فاهم حافظ هعرف احل، مش مذاكر مش فاهم مش حافظ مش هعرف احل. ارجع بقى للفيديوهين بتوع الشرح الوحده الاولى كامل والوحده الثانيه كامل، هتلاقي كل نتيجه التعلم دي كلها اصلا محطوطه فيه عشان ما تتعبش قلبك انت وهي. يلا بقى يا زغليل صلوا على سيدنا محمد. اللي وراه السؤال رقم 5. السؤال اللي وراه رقم 5 بيقول لك بقى على المصريين القدماء في علم التشريح. تشريح يعني طب. بعتوا لنا غمض عينيا برديه مين؟ ايبرس على طول. صلاه نعرمر ده بتاع مين؟ توحيد مالهاش علاقه. لوحه ابيدوس استحاله طبعا مالهاش علاقه ولا حجر مين؟ باليرمو. ده صحة العبارة التالية. تعد صلاة نعرمر نموذج هامة لدراسة بعض جوانب الحضارة القديمة فنيا وعسكريا. فنيا يبقى انا هتكلم على اشكال الزخرفة والفنون، ممكن اقول مثلا حاجة زي التميمة بتاعت عين حورس. ولو هتكلم على عسكري، الصلاة كانت بتظهر اخضاع الملك نعرمر للاعداء، اظهار قوته، وايضا كانت بتظهر المناظر بتاعت الجنود وايضا ملابسهم. فدي الاجابة الصح عشان بيتكلم على عسكري وعلى فني. اللي وراه. فسر اسباب استخدام الاستراكة في مختلف اشكال الحياة اليومية للطبقتين الوسطى والفقيره في مصر القديمه. هقول لك ابسط حاجه خالص، لان ورق البردي لم يكن موجود او لم يكن منتشر بشكل كبير جدا، كان مقتصر على طبقه عليا في المعابد او المدارس فقط. ولكن الاستراقه اقدر اتكلم عليها واقول الاستراقه الشقفه او الحجر او القطعه الصغيره دي كانت موجوده في كل حته في مصر، الاكثر انتشارا وشيوعا، سهله رخيصه موجوده في كل مكان، كان بيتم استخدام عليها كل حياته اليوميه، زي الكتابه زي الايصالات، يعني نظام اقتصادي يعني نظام اجتماعي يعني نظام ثقافي. اللي وراه. سمي الله انت وهي زغلول. ويلا بقى تاني الاسبوع التاني نكمل بقى مين؟ الحاجه التانيه.
نستطيع التعرف على بعض المعلومات عن الحاله الاقتصاديه والاحداث السياسيه للحضاره المصريه القديمه من خلال، بص بيقول لك حاله مين اقتصاديه واحداث سياسيه. تعالى بقى معايا بالراحه. لو انا قلت اساطير، طبعا ده مصدر ثانوي وده ليه علاقه بالعادات والتقاليد، ما ينفعش. كتابات دينيه ما تجيش معايا خالص. استراقه جميل جدا، فيها جانب اقتصادي ماشي، بس ما فيهاش جانب سياسي، فيها جانب اقتصادي، جانب ثقافي، جانب اجتماعي. الاجابه الصح هتبقى النقود والمسكوكات. وخلي بالك برضو من حاجه بقول لك عليها، بقول لك حضاره مصريه قديمه بصفه عامه، يعني بيتكلم عن الحضاره الفرعونيه والحضاره بتاعت مصر تحت اليونان وتحت رومانيا الاثنين مع بعض. فالاجابه الصح هتبقى دي، وهقول لك ليه. انت اصلا لو فتحت عندك النقود والمسكوكات هتلاقي مكتوب كده فيها اللي كان بيتم تعريف فيها الحاله الاقتصاديه والحاله السياسيه ووضع البلاد وانجازات الملوك. يبقى انا اتكلمت على اثنين، على الاقتصاد وعلى السياسه الاثنين مع بعض، يبقى النقود والمسكوكات. ماشي، وراجع السؤال ده كويس جدا عشان ما حدش يقول لك كتابات دينيه، ما ينفعش. وما حدش يقول لك استراقه اصلا ما فيهاش جانب سياسي، ده هي فروق طبقيه فيها جانب ممكن نقول ثقافي اجتماعي اقتصادي، ما ينفعش. اللي وراه السؤال اللي وراه بيقول لك تظهر لنا صلاه الملك تعمر بعض من جوانب الحياه المصريه القديمه في الناحيه، طبعا توحيد يبقى سياسه على طول. القدره على ايجاد البدائل المقوله طبقها المصري القديم عند استخدامه، وانا مغمض عينيا بديل يبقى استراقه. بديل عن مين؟ عن البردي، عشان البردي غالي ومش موجود. يعد المجتمع المصري القديم مجتمع طبقيا، نستنتج ذلك من خلال طبعا الاستراقه، كشفت لي الطبقيه. ده مصدر ثانوي مش معايا، النقوش مالهاش علاقه ولا النقود ولا المسكوكات. السؤال رقم 5 بيقول لك يمكن لنا معرفه معلومات عن رحلات الملكه حتشبسوت التجاريه في عصر الدوله الحديثه. تعالى بقى معايا. نعرمر يبقى دوت عتيق اسره مينا بس. باريلمو لحد الملك الثالث في الاسره الخامسه، ما يجيش معايا. كتابات افلاطون يبقى ده مصدر ثانوي. يبقى كتابات هيرودوت عشان دوت كتب تمحيص الاخبار وكتب فيه كل حاجه موجوده عن مصر، تاريخها، حضارتها، مناخها، جغرافيتها، حكامها عملوا ايه، انجازاتهم، كل حاجه خاصه بيهم. او اللي وراه يعد كتاب تمحيص الاخبار مرجعا شاملا لحضاره مصر القديمه وقت كتابته، وناقش ذلك تاريخيا. طيب، يبقى انا هنا هقول تمحيص مصر دوت كتاب لفيلسوف اغريقي اسمه هيرودوت، كان ليه 9 اجزاء. الجزء الثاني منه كان بيتكلم عن مصر، كان بيتكلم على مناخ مصر، على جغرافيا مصر، على طبيعه مصر، على اعمال ملوك مصر، كان بيتكلم عن الانجازات بتاعتهم كلها بصفه عامه والاحداث التاريخيه. السؤال اللي وراه بيقول لك استنتج اهميه الاستكشافات التاريخيه والاثريه كمصدر لدراسه الحضارات. هقول طبعا ده مصدر اساسي للحضارات، وهقول ان هو بعيد عن الخيال، وهقول ان دوت مصدر مهم جدا لدراسه وتاكيد الاحداث التاريخيه، وبدونه لا يمكن التوصل لاي حقيقه تاريخيه او اي مصدر تاريخي. اللي وراه اي من الاتي تعد احدى نتائج توفير التربه الفيضيه في مصر القديمه؟ طبعا يبقى نغمض عليها الشقفات، استراقه عشان بيتكلم على طمي فخار. تمثل الصوره المقابله احد البرديات المصريه، من خلالها نستنتج ان البرديات اكثر دقه في معلوماتها كمصدر تاريخي منه. خد بالك بقى من الحته دي، وش السؤال ده مهم جدا وفي كتير قوي بيتلخبطوا فيه، وانا زي ما قلت لك لازم تقرا السؤال للاخر. بيقول لك الصوره اللي موجوده قدامك برديه مصريه، خلالها نستنتج ان البرديات اكثر دقه في معلوماتها كمصدر تاريخي من مين؟ حجر بليلمو ده مصدر اولي، ما ينفعش ده معايا اصلا. سلات نعرمر نفس الموضوع مصدر اولي. كتابات مانيتون ولا قصه ايزيس واوزوريس؟ طبعا مانيتون برضو مصدر اولي، يبقى الاجابه الصح هي قصه ايزيس واوزوريس عشان دي مصدر ثانوي. اللي وراه يستطيع الدارس للتاريخ ان يتعرف من خلال سلات نعرمر وحجر باليرمو معا على، طبعا انا مغمض عينيا يبقى انتصارات الملك مينا، بناء الهرم الاكبر ده كان على دي بس، تمثال الملك تحتمس ده دوله حديثه بعيد خالص، نفر واسره رابعه مفيش مشكله بالنسبه لي، بس ده كان على حاجه واحده فيهم بس. يبقى الاجابه الصح هي انتصارات الملك مين؟ مينا. اللي وراه السؤال اللي وراه مقالي دل على صحه العباره تاريخيا تقدمها المصريين القدماء في علم الطب بصوره كبيره، يبقى هنا هكلمه على ديت ايبرس على طول، اقدم مخطوطه علميه. بما تفسر هناك صعوبه في الحصول على معلومات تاريخيه عن عصر ما قبل الاسرات، هقول لك لاني هقول ان عدد المصادر في ذلك الوقت كانت قليله جدا، فما كانش في معلومات اصلا عن الموضوع ده نهائي. اللي وراه تغلب المصريين القدماء على بعض مشاكلهم في حياتهم اليوميه من خلال استخدامهم، وانا مغمض عينيا هيبقى مين؟ الاستراقه عشان الاكثر انتشارا. يمكننا معرفه المزيد عن الاثر المقابل ده اهرامات من خلال الرجوع الى صلاه نعرمر ده بتاع مينا بس توحيد. قصه الطوفان طبعا ديت هتبقى بتاعت العراق مالهاش علاقه. برديه ايبرس يبقى دوت طب، يبقى الاجابه الصح هي حجر بليرمو عشان خاطر اهرامات ومعابد ومقابر، يبقى الاجابه الصح بليرمو. اللي وراه استخدام المصري القديم المقايضه جعلنا نفتقد في بعض الاوقات مصدر تاريخي هام تمثل فيه. ايه اللي احنا افتقدناه لما كان في عندنا مقايضه؟ ما كانش عندنا حاجه اسمها نقود ولا مسكوكات في الحضاره الفرعونيه، خلي بالي من الكلام ده كله. الاساطير مالهاش علاقه، ولا البرديات ولا كتابات الفلاسفه. دلل على صحه العباره تاريخيا تعد الاستراقه مصدرا هام لدراسه تاريخ الطبقه الوسطى والفكره بمصر القديمه. هتكلم عن الاستراقه اكثر انتشارا، سهله، وجودها موجود في كل حته، تتم استخدامها في الحياه اليوميه، ايصالات، كتابه، جانب اجتماعي، جانب ثقافي، جانب
اقتصادي. ركزوا معايا يا زغاليل. حدد العلاقه بين المؤرخ والاغريق ودراسه التاريخ المصري القديم. هنا هتكلم على مين؟ هيرودوت. إيه اللي وراه في المجموعه الثالثه؟ السؤال اللي وراه في المجموعه الثالثه بيقول لك تتميز المراجع عن المصادر الاوليه. مراجع هنا يعني بيتكلم على مصدر ثانوي. تعالى بقى معايا. تتميز عن المصادر الاوليه في ايه؟ تنتمي لوقت وقوع الحدث؟ لا، ده بعد الحدث بكتير. اكثر دقه وموضوعيه؟ استحاله. ذاتيه وفيها خيال. الثبات وعدم التغيير؟ طبعا لا. يبقى سهوله الحصول عليها. فعلا ده حقيقي. اللي وراه يعد وجه الشبه بين قطع الأستراكة وصلات نعرمر كمصدرين من مصادر التاريخ أنهما يتميزان بالدقة والموضوعية ولا يميلان للمبالغة؟ استحالة عشان هم مصادر أولية. ولا مدون عليهم أعمال الملك أحمس؟ طب أحمس دولة حديثة فكانت حاجة واحدة بس منهم ما تنفعش. ثم مرجع دراسة الكاريكاتير. طب استحالة. يبقى الإجابة الصح يتميزان بالدقة والموضوعية عشان هم أصلا يعتبروا إيه؟ يعتبروا مصادر أولية. يمكن معرفة بعض الجوانب المناخية والجغرافية لمصر من خلال كتابات. بيقول لك مناخ، جغرافيا، تاريخ، حضارة، حروب. يبقى هيرودوت على طول. مانيتون ده قسم مصر 30 أسرة. أرسطو ده فيلسوف. هوميروس ده طبعا شاعر. ما ينفعش لا ده ولا ده ولا ده. استنتج العلاقه بين برديه ايبرس والعلوم التطبيقيه في مصر. هتكلم على ان دي اقدم مخطوطه علميه، وهتكلم ان المخطوطه دي كانت دخلت في حاجه اسمها طب العيون والبطن والقلب، واتكلمت في الفسيولوجي وعلم التشريح كمان. من خلال دراستك لمصادر دراسه الحضاره وضح الاسباب التي تجعلك تحافظ على الاثار. ايه اللي يجعلني احافظ على الاثار؟ كذا حاجه. هقول الاعتزاز بتراث الاجداد. هقول تشجيع على السياحه. زياده الدخل القومي من العمله الصعبه نتيجه زياره الاجانب لاثارنا. كل ده ينفع معايا. تمام. التقييم الثالث. الاسبوع الثالث بيتكلم على المصادر الثانويه. بص بقى، اي من الايات تتفق فيه كتابات الفلاسفه والاساطير كمصدر من المصادر التاريخيه. تعالى بقى، الدقه في تناول الموضوعات ده غلط، ده اولي عشان في دقه. صدق الروايه التاريخيه ده برضو اولي. كونهما مصدر ثانوي طبعا عشان انا بتكلم على مين؟ على كتابات الفلاسفه زي افلاطون وزي مين؟ التراث الشعبي. تعتبر قصه ايزيس واوزوريس من المصادر التاريخيه للعصر الفرعوني، رغم ذلك تعد مصدر ثانوي لانها تفتقد لايه؟ تعالى بقى معايا بالراحه. القصه دي طبعا مصدر ثانوي وهي بتفتقد لحاجه. المعاصره جميل جدا، هي عصره الحدث عادي مفيش مشكله، حتى لو هي عصره الحدث عادي. الموضوعيه، ما هي لو ذاتيه عكسها موضوعيه، هو مش بيتكلم على كده، هي فيها حاجه اصلا مش راكبه، حاجه غلط. يبقى الاجابه الصح هي الدقه، هي ما فيهاش دقه طبعا. والمبالغه هي فيها مبالغه على فكره، وما فيهاش موضوعيه ولا ينفع تبقى معاصره. يبقى الاجابه الصح هي الدقه. عند كتابه مقال عن انظمه الحكم والاحداث الحربيه لبلاد الاغريق القديمه، بلاد الاغريق يعني يونان، فعليك البحث فيه. تعال بقى معايا، ده بتاع مصر ما يجيش. برديه تورين مش معايا. كتابات مانيتون ده برضو مصر، يبقى الالياذه والاوديسه عشان ده بتاعت مين؟ اغريق. الفرق الجوهري بين المصادر الاساسيه اللي هي الاوليه والمراجع. تعالى، لغه الكتابه لا، الاثنين واحد. طريقه التدوين مع بعض. نوع الاحداث المدونه لا طبعا. الفتره الزمنيه، واحد فيهم عاصر الحدث والتاني ما عاصرش الحدث. تناول الدكتور جمال حمدان في كتابه شخصية مصر معلومات عن الحضارة المصرية القديمة، ووصلنا في هذا الكتاب على أنه هو بيسأل على الكتاب بتاع المعلم ده. وجمال حمدان ده واحد مش من أيام الفراعنة، يعني مش من أيام فحت البحر، ده راجل موجود عادي جدا معانا. يبقى دوت مصدر طبعا مين؟ ثانوي، عشان هو ما عاصرش مين؟ الحدث اللي وراه. ما ينفعش، لأن يا جماعة ده يعتبر أصلا موجود دلوقتي، هو معاصر، أما الكلام ده كان قديم. يبقى ده مصادر مين؟ ثانوية. السؤال اللي وراه على طول مقالي بيقول لك حدد مصداقيه العباره التاليه. تعد الاساطير جزء من التراث الشعبي في حياه الامم. هقول له طبعا عباره صادقه، وهتكلم على الاساطير انها تمثل جزءا من الحياه اليوميه وشبه الاسطوره بالظبط، عشان كده بيستخدمها الناس كلها في كل يوم. وهتكلم على انها بتعكس الجانب من الحياه الاجتماعيه والثقافيه، اي عادات وتقاليد. وعندي قصتين ايزيس واوزوريس وديت موجوده عندنا في حضاره فرعونيه. وعندي قصه الطوفان موجوده في العراق. حدد العلاقه بين الحضاره الاغريقيه ومصادر الحضارات الاوليه والثانويه. لو هتكلم عن الحضاره الاغريقيه يعني يونان حضاره اوليه، يبقى انا هتكلم على هيرودوت، خلاص، تمحيص الاخبار. ولو هتكلم على الثانويه فانا هتكلم على التاني، هتكلم على الفلاسفه زي سقراط وافلاطون وارسطو، وهتكلم على الشعراء زي هوميروس اللي هي الالياذه والاوديسه. تمام. اللي وراه السؤال الاولاني بيقول لك تميزت الحضارات عن بعضها البعض في الهويه الثقافيه والخصوصيه العقائديه. بيتكلم عن الهويه الثقافيه والخصوصيه العقائديه. من مصادر دراسه الحضارات التي عبرت عن ذلك، يعني كان فيها هويه، يعني عادات تقاليد. لو انا قلت كتابات الشعراء ما ينفعش، ما تجيش معايا خالص، ولا كتابات الفلاسفه ولا النقود والمسكوكات. طبعا الاجابه الصح هي التراث، عشان بيتكلم على الحياه اليوميه، بيتكلم على عاداتك على تقاليدك. يبقى تراث مين؟ شعبي. اذا اردنا دراسه جوانب الحضاره الاغريقيه القديمه يعني يونان، سواء الحضاريه او الاقتصاديه، خلي بالك من الكلمه دي، يمكن الاعتماد على مانيتون. طب ده مصري. قصه الطوفان ده عراق.
تعالى برديه ايبرس ده طب ومصري، يبقى الاجابه الصح هي الالياذه والاوديسه. هوميروس. الاعتماد على اكثر من مصدر لدراسه التاريخ يجعل الدراسه تتسم به. اعتماد على اكثر من مصدر يعني عندي تنوع، عندي ثراء في الحاجه، يبقى دوت موضوعيه وحياديه وليست ذاتيه. عندي كذا حد عامل كذا بحث في حاجه معينه، دي حاجه حلوه جدا بالنسبه لي. تتفق اسطوره ايزيس واوزوريس مع صلاة نعرمر في ان كلاهما، بص بقى ايزيس واوزوريس ونعرمر، تعالى يوثقان حضاره يونانيه؟ لا طبعا، ده هم في مصر. مصادر اوليه، دي اوليه والثانيه ثانويه، ما تنفعش. مبالغه وغموض، طب الاولى مبالغه الثانيه مش مبالغه، يبقى الاجابه الصح ان الاثنين بيتكلموا عن الحضاره مين؟ المصريه القديمه. اللي وراه، عبرت بعض المصادر الثانويه عن التراث الروحي والادبي عند بعض الحضارات الشرقيه، روحي وادبي وقال لك شرق. طب تعالى، اليازا اوديسا ده اغريق، استراقه طبعا ده هنا بيتكلم عن ملوش علاقه بروحي وادبي، ده اجتماعي وثقافي. حجر باليرمو ولا ليه اي علاقه بالكلام ده، يبقى مين؟ قصه الطوفان. هنا بيتكلم على العراق عشان بيتكلم على تراث ادبي يا جدعان. تمام. واضح يا حبيب قلبي يا زغليل وجه الاختلاف بين المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. ابسط حاجه خالص اقول لك، المصادر الاوليه مصادر تتسم بالدقه بعيده عن الخيال، مصادر موثوقه في معلوماتها زي الاثار، نقوش، استراقه، برديات. اما المصادر الثانويه مصادر فيها خيال بعيده عن الدقه، لم تعيش الحدث، فيها مبالغه عاليه جدا، فيها خيال عالي وسهل الحصول عليها، والاكثر والاهم فيهم طبعا هي مصادر مين؟ الاوليه. اللي ورايا يا زغليل صلى سيدنا محمد. اذا طلب منك كتابه بحث عن حضارتهم ما، واردت معلومات موضوعيه واكثر دقه، ايهما تفضل كمصادر للحضاره والميزه؟ طبعا مصادر مين؟ الاوليه، وانا مغمض عينيا ليه؟ لانها اكثر دقه، سجلت الاحداث بكل ما هو موجود فيها. اما الثانويه على الاهواء وعلى الرغبات فما تنفعش اصلا معايا. اللي وراه يا زغلول. تتفاوت يعني تختلف او بتروح لحته وحته. تتفاوت اهميه مصادر دراسه الحضاره نتيجه ايه؟ تعال بقى معايا، زمن كتابتها ولا نوع الخط ولا دقه الرسوم ولا مكانات الكاتب؟ طبعا غلط غلط غلط، زمن كتابتها، عشان عندي مصادر الاوليه وقت وقوع الحدث، اما المصادر الثانويه بعد الحدث بكتير. يؤدي التسليم بكل ما يصل الى ايدينا من مصادر تاريخيه دون فحصها. الى ايه؟ حاجه مش فحصها، يبقى اكيد طبعا حاجه غلط، يبقى عدم دقه. الحفاظ او الحقائق التاريخيه المؤكده استحاله. موضوعيه مستحيل. احداث تاريخيه موثوقه استحاله. طبعا معلومات تاريخيه غير دقيقه يا جدعان، انا معلومه مش متاكد منها. زي احنا بالظبط كده، شاب مصري مشهور جدا بالحته دي، لما يجي حد يقول لك ايه شفت اللي حصل، فيحكي حاجه ويقول لك انا شفتها وهو اصلا ما شافهاش، وانت تروح تحكي لحد تاني انك شفتها وانت ما شفتهاش، وهكذا، ونقعد نفتي في الاخر تطلع الحاجه اصلا ايه؟ غلط. اي مما ياتي يعد من المراجع التاريخيه لدراسه بعض العادات والتقاليد في حضاره بلاد العراق. خلاص عراق متجاوبه، يبقى طوفان. ايه برص طب مصر؟ ايزيس اوزوريس مصر، باليرمو مصر، ما تنفعش. حدد اهم ما يميز المصادر الاوليه عن الثانويه. هقول ان هي اكثر دقه، عصرة الحدث بعيده عن الخيال، ده اسهل حاجه يعني. حدد تقييمك لمدى مصداقيه العباره الاتيه. تعد اشعار الشاعر الاغريقي هوميروس اكثر دقه في تناول تاريخ بلاد الاغريق. هقول له طبعا العباره خاطئه لانها مصدر ثانوي، مصدر غير دقيق، مصدر قائم على المبالغه وعلى الخيال والبعد عن الحقيقه. أي من الآتي يعد مصدر ثانوي دراسة الحياة السياسية والحضارية في مصر القديمة؟ تعال بقى بقول لك مصر القديمة، برديات ملهاش علاقة، نقود ومسكوكات ما كانش عندنا أصلا، قصة طوفان في العراق يبقى قصة إيزيس وأوزوريس، وهنا بقول لك إيه؟ مصدر ثانوي، ماشي؟ بالراحة كده. تتشابه المصادر الأولية والثانوية في إيه؟ معاصرة الأحداث استحالة، الأولية بس. دقة التدوين أولية بس، صدق الرؤية أولية بس، التلاتة دولت أولية بس. أما يعتبر سند تاريخي فعلا الاتنين سند تاريخي، سواء دوت أساسي أو دوت ثانوي. اللي وراه السؤال اللي وراه غريب، بيقول لك انت وهو تتفق كتابات افلاطون وقصه الطوفان كمصادر تاريخيه في ايه؟ ان الاثنين اصلا يعتبروا مين؟ مصادر ثانويه. الدقه في تناول الموضوعات استحاله. المبالغه في التفاصيل التاريخيه جميل جدا ماشي، بس خلي بالك عشان بيتكلم على افلاطون ده فيلسوف، ماشي؟ من مصادر الثانويه التاريخ ولا معصوتهم الاحداث؟ طبعا الاجابه الصح هتبقى من مصادر الثانويه لمين؟ للتاريخ، ودي الاجابه الصح. ما مقترحك للمحافظه على الاثار كتراث حضاري تركه لنا الاجداد؟ طبعا ان انا اوعي الاجيال باهميتها، ان انا احطها في اماكن مخصصه ليها، اماكن تحميها، بيئه تكون كويسه جدا ليها بمعنى اصح. حدد وجه الشبه بين كتابات الشعراء وكتابات الفلاسفه. هقول ان الاثنين اتكلموا عن الحضاره اليونانيه، ده هوميروس ودوت نفس الموضوع اللي هو افلاطون وارسطو وسقراط. وهقول كمان حاجه عندي ان الاثنين مصادر ثانويه، ان الاثنين لا يعتمدوا على الدقه ويعتمدوا على الخيال. اللي وراه
أي من حضارات العالم القديم كانت لكتابات الشعراء والفلاسفة دورًا في توثيق كثير من المعلومات التاريخية عنها. حضارة فرعونية، طب تعالَ بس معايا كده بالراحة. أي من حضارات العالم القديم كان لكتابات الشعراء والفلاسفة دورًا في توثيق كثير من عنها. تعالَ بقى معايا، طبعًا حضارة مين؟ اليونان، وهاقول لك ليه. بيتكلم شعراء وفلاسفة، لسه حالل السؤال ده فوق. يبقى مين؟ يونان، زي ما احنا اتفقنا مع بعض. يخرج عن اهميه المصادر، يعني مش معاها سواء كانت مصادر اوليه او ثانويه معا. انتاج الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه، لا دي معايا. توثيق المعلومات والاحداث معايا. حفظ التراث الحضاري الانساني ولا توثيق الاحداث التاريخيه زمن وقوعها. يخرج عن اهميه المصادر، يبقى طبعا حفظ التراث الحضاري للانسان. لا طبعا الاجابه الصح هي توثيق الاحداث التاريخيه زمن وقوعها. يبقى دي الاجابه الصح عشان دي موجوده في واحده مش موجوده في الثانيه اللي ورا. السؤال اللي وراه بيقول لك يفتقد أي مما يأتي للدقة في تناول الحدث التاريخي. يفتقد، تعالى كتابات المعاصرين له، طبعا ده أولي معايا. لفات البردي ده معايا أولي. نصوص الأهرام ده برضه معايا أولي. الإجابة الصح طبعا هي كتابات أفلاطون، عشان دوت ماله دوت يا باشا. لم يعاصر، دوت يعتبر ثانوي. إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار، ولكن في باطنه نظر وتدقيق دل على مصادر دراسة التاريخ. هتكلم عن مصادر مين؟ الأولية وعن مصادر الثانوية اللي وراه. حدد العلاقة بين تفاعل الإنسان مع البيئة ومصادر دراسة الحضارة. هقول أصلا إن المصادر ديت من إنتاج الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة، ودي أصلا موجودة أول نقطة عندكم في الأهمية بتاعة دراسة مصادر الحضارة. اللي وراه رقم 4. النموذج الرابع اللي وراه على طول، الاسبوع الرابع، بيقول لك تشابهات الحضاره المصريه القديمه مع حضاره البلاد العراق القديمه في عده جوانب يخرج عنها. يعني الاثنين مش موجودين مع بعض في ايه؟ قيام احواض الانهار فيها الاثنين عندهم دجله وفرات ونهر النيل. كونها محافظات في الشرق الاثنين موجودين مع بعض. الموقع الجغرافي المتوسط الاثنين عندهم دوت. يبقى الاجابه الصح هي مجاورتها بلاد فارس. العراق كانت موجوده اما مصر ما كانتش جنب بلاد فارس. اللي وراه تحتضن ارض مصر اكثر من ثلث اثار العالم وما تزال باقيه الى الان. اي من الاتي جعلها صامده؟ طبعا كانت في حاجه جعلتها صامده الا وهو الجفاف بتاع الجو، عشان احنا نعتبر شبه بيئه صحراويه شويه، فدي تبقى الظروف مين؟ المناخيه. ماليش دعوه بالحدود الطبيعيه عشان ده مش نهر النيل، ولا ليها دعوه بموقع فريد لان ده خارجي، ولا قدرات المصري القديم. ايه العلاقه؟ جاء التاثير والتاثر بين مصر وحضاره العالم القديمه نتيجه تاثير وتاثر، يبقى في تواصل حضاري، يبقى موقع مين؟ متميز، قلب القاره وقلب العالم بمعنى اصح، اسف مش القاره بس. ساعد وجود الجنادل في جنوب مصر على ازدهار التجاره مع الجنوب. ده اصلا الجنادل اعاقت التجاره ازاي؟ زياده التواصل الحضاري مع وسط افريقيا ملهاش علاقه. تحقيق الامن القومي طبعا لمصر، ان الاعداء ما يكونش يقدروا يعملوا اي حاجه ولا يقدروا يخشوا مين؟ مصر. اعظم قيمه لنهر النيل، وخلي بالك بقى من الكلمه دي، اعظم قيمه لنهر النيل في حياه المصريين القدماء كانت من الناحيه. في كتير جدا ممكن يقول لي ناحيه اقتصاديه، هقول لك لا، دي زراعه، دي مش اعظم قيمه. اعظم قيمه ناحيه اجتماعيه يا جدعان، عشان في عندي وحده وتكافل وفي عندي تضامن. تفرق على فكره جامد جدا. وحده وتضامن، اقامه جسور، تمام، عشان خاطر الفيضان، وعندي تكامل تبادل المحاصيل، تفرق. فالاجابه الصح هي الاجتماعيه اللي وراه. حدد الاثر الناتج عن وفره الصخور الثروات المعدنيه في مصر القديمه بالنسبه لحضارتها. هقول ان دوت ادى الى قيام حضاره مصر القديمه، ادى الى بناء الاهرامات، الانسان صنع الحليه بتاعته، عمل التماثيل بتاعته، وازدهرت الحضاره بتاعته جدا. نهر النيل دول في الحفاظ على موارد المصري القديم دل على صحه العباره، بينها الكلام على وحده والتكامل اللي هي اقامه جسور فالحفاظ على مياه الفيضان. الواجب المنزلي اللي وراه يصعب ان تقوم الحضاره اذا افتقدت الدوله لوجود. تعالى بقى معايا، احواض الانهار ملهاش علاقه، مش لازمه. مناخ معتدل عادي جدا برضو. موقع جغرافي لا طبعا. الاقوى هو العنصر البشري يا جدعان. معايا فلوس بس انا غبي مش هوصل لحاجه، معيش فلوس بس انا ذكي هوصل. السؤال رقم 2 بيقول لك الحضاره المصريه، الحضاره فينيقيا، حضاره يونان، حضاره الرومان، العامل المشترك ما بينهم ايه؟ الاشراف على مسطح مائي واحد، ولا كونهم حضاره الشرق القديم؟ هم طبعا مش من الشرق، لان في شرق وفي غرب، ماشي. كونهم من جزء من حضاره الغرب استحاله. سهوله التواصل طبعا استحاله، كلهم على اشراف على مسطح واحد مائي، الا وهو مين؟ البحر المتوسط. ازدادت التواصل والالتقاء بين الشعوب والحضارات بفضل ايه اللي حصل خلى يبقى في ما بيننا ازدياد بمعنى اصح كده التقاء، تواصل حضاري يعني، اساسه خارجيه. وجود انهار تجاريه ملهاش دعوه، وجودها على مسطح مائي واحد مش شرط كله على فكره. تدعيم علاقات استحاله، يبقى قله الموانع الطبيعيه، فده سهل ان يبقى فيه تواصل حضاري. السؤال رقم 4 كويشن 4. ساعدت مخاطر نهر النيل المصريين القدماء في توحيد جهودهم في تحقيق ذلك بمبدا مين؟ جهودهم ومخاطر نهر النيل بيتكلم على فيضان، يبقى الاجابه الصح تكامل واتحاد. لا طبعا اسف، التضامن والاتحاد. اما التكامل فتبادل مين؟ المحاصيل. وحد اللي انت وهي اللي وراه. يقول ويل ديورانت الحضاره نظام اجتماعي يعين يعني يساعد الانسان على الزياده من انتاجه الثقافي والمادي، والحضاره تبدا من حيث ينتهي الاضطراب والقلق. يعني هنا يبقى في استقرار، لانه اذا ما امن الانسان من الخوف حقق الابداع. طبقا لتلك المقوله ساعد على قيام الحضاره المصريه القديمه. تعال بقى معايا،
موقع جغرافي وحدود طبيعيه، ماشي نشوف. مناخ معتدل وثوره معدنيه، استحاله مش لازم. موقع جغرافي ومناخ معتدل ولا ثروه معدنيه وحدود طبيعيه؟ طب نتكلم مع بعض بالراحه. طيب لو اتكلمنا في السؤال دوت وقلنا ان هو ساعد، يبقى هنا في امن وفي استقرار. امن وفي استقرار، يبقى الاجابه الصح هي دي، يبقى موقع جغرافي والحدود الطبيعيه، عشان بيتكلم على استقرار يعني ابداع، عدم استقرار يعني مفيش ابداع. اللي وراه تمام، اللي وراه طبعا هنا بيتكلم على تواصل حضاري يا جدعان، ما تواصل حضاري يعني باخد وودي. للمناخ دور في الحفاظ على بعض صفات الحضاره المصريه القديمه، دل على صحه العباره. طبعا هو المناخ حافظ على الاثار المصريه القديمه بسبب جفاف الجو، ده ادى الى تمسك الاثار لحد دلوقتي، وان الاثار لم يكن فيها نوع من الرطوبه. السؤال اللي وراه بيقول لك مصر هبه النيل، ما رايك في هذه العباره؟ هو العباره دي خاطئه يا جدعان، مش صحيحه. ليه؟ لان مصر هبه النيل والمصريين، ولولا كفاح الانسان المصري لم تظهر هذه الحضاره مثلما قال هيرودوت. اللي وراه تقوم الدولة حاليا بإنشاء العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعالمية الجديدة وغيرها، أي من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة ساعد ذلك قديما. تعال بقى معايا، طبعا أنا بتكلم على مدن جديدة بوفرة مين؟ ثروات على طول. اللي وراه مسألة مصر قلب العالم القديم وحلقة الاتصال بين أقطاره وشعوبه، بيتكلم على مصر وعلى العالم القديم وبيتكلم على تواصل حضاري مع الكل. ما ينفعش أقول نهر النيل عشان ده داخلي. كفاح مصر قديم جميل جدا، يبقى الموقع الجغرافي عشان بيتكلم على السياسة الخارجية. يعد القسم المشترك بين عوامل قيام الحضارات في بلاد الشرق القديمه قاسم مشترك ما بينهم كلهم. مناخ معتدل مش شرط، وجود انهار ما عندناش كلنا. موقع جغرافي طبعا يبقى كفاح مين؟ الانسان. اللي وراه اكتسب المصريين القدماء كثيرا من القيم من نهر النيل. عندنا طبعا وحده، عندنا تضامن، عندنا تواصل، عندنا بناء جسور، عندنا الحفاظ على المياه، الفيضان، وايضا عندنا كمان حاجه الا وهي تبادل المحاصيل. حدد العلاقه بين حدود مصر الطبيعيه وقيم حضاراتها. ان حدود مصر الطبيعيه زي الجنيد اللي في الجنوب امنت او عملت امن قومي لمصر، فحمتها من الاعداء وبالتالي سهل عليها قيام حضارتها. اللي وراه المجموعه الثالثه، يقول جمال حمدان في كتابه شخصيه مصر، مصر حجر الزاويه في اساس القارات الذي تالف منها هذا العالم. مما سبق نستنتج ان العامل الاقوى من وجهه نظر جمال حمدان في تكوين شخصيه مصر مين؟ عامل اقوى، وبيقول لك 3 قارات، حدود طبيعيه. طب جميل جدا، ده يبقى مصر بس. وفرة الصخور والمعادن ملهاش علاقه، ده داخلي ثروه يعني. تنوع المناخ ده برضو جواه، يبقى موقع جغرافي. ليه؟ موقع مميز قلب ال3 قارات، مكانها 10 على 10، يبقى التقاء. تبادل المسؤولين القدماء المحاصيل الزراعيه بين الشمال والجنوب في تحقيق لهم تبادل محاصيل. وحده وتضامن، يبقى بناء جسور، يبقى تكافل وتكامل. وانا مغمض عينيا على طول. اللي وراه 3، العامل الرئيسي في كامل الحضاره المصريه القديمه هو نهر النيل من وجهه نظر مين؟ مانيتون، افلاطون وارسطو طبعا يونان، يبقى مين؟ هيرودوت. زي ما احنا ما قلنا هبه النيل والمصريين، فلولا كفاح المصريين لم يكن في حضاره. اللي وراه السؤال اللي وراه البقالي بيقول لك فسر اسباب الرخاء الاقتصادي الذي عاشه المصري القديم. الرخاء الاقتصادي طبعا ده بسبب المناخ، واقدر اقول ان المناخ كان سببا في الرخاء الاقتصادي نتيجه تنوع الغلات بسبب المواسم، فادى الى الرخاء وزياده الثراء. قله وجود حواجز او موانع طبيعيه بين الحضارات القديمه له قيمه كبرى طبعا، ادى الى تواصل حضاري كبير جدا وسياسه خارجيه من ضمنها التواصل بين الشعوب. اللي وراه يعد القسم المشترك في كام حضارات الشرق القديمه. قاسم مشترك حضارات الشرق القديمه. مناخ قلنا لا من شويه. موقع بحري برضه مالهاش علاقه. ارض ساحليه لا. راس المال البشري يعني مش فلوس، راس المال البشري يعني ايد مين؟ العامله اللي شغاله. اي من القيم الانسانيه الاتيه لعب نهر النيل دورا هاما في ارسائها بين المصريين نتيجه فيضانه يا جدعان، يبقى وحده وتضامن. محاصيل ده جسور، محاصيل يبقى تكافل وتكامل. ازداد الرخاء ورغد العيش في مصر القديمه وتنوع محاصيلها مما يمثل قيمه هامه. انا لسه مجاوبه فوق، يبقى طبعا بسبب مين؟ الطبيعه المناخيه. اللي وراه حدد العلاقه بين موقع مصر الفلكي يعني المناخي والحضاره المصريه القديمه. انا هقول لك عندي شمس مشرقه، عندي جو معتدل فادى الى نشاط المصريين. عندي 2 هتكلم على جفاف فساد على الحفاظ على الاثار. 3 عندي اعتدال المناخ وتنوعه في المواسم فادى الى تنوع الغلات فادى الى الثراء والتنوع. كل دوت طبعا بيأثر لي اللي انا عايزه. بما تفسر تعد الحدود الطبيعيه لمصر بمثابه الدروع الواقيه للمصريين القدماء. طبعا هتكلم هنا عن الجنادل وان كان ليها دور كبير جدا في حمايه مصر من الاعداء، وهنا بتكلم على مين؟ على حد طبيعي من غير ما حد يتدخل فيه. اللي وراه النموذج الخامس. طيب اول حاجه عندك بتكلم عليها في الاداء الصفي. طبعا احنا هنتكلم في الاداء الصفي على مين؟ على العصر العتيق حتى نهايه الدوله مين؟ الوسطى. اي من الاتي يخرج عن اعمال ملوك مصر في العصر العتيق؟ يخرج عنها يعني مش معناها توطيد الامن كان عندهم، تحقيق الوحده عندهم، اقامه عاصمه عملوها، يبقى ارتفاع نفوذ مين؟ الكهنه، لان كانت الدوله هي اللي مسيطره.
ادرك الملك بنت حتب الثاني ان سعاده هيبه الحكم تتركز فيه. تعال بقى معايا، التوسعات الخارجيه للبلاد طبعا استحاله، انشاء عاصمه جديده طبعا استحاله، بناء كذا لا طبعا. يبقى الغاء السلطه اللامركزيه اللي هي مين؟ اللي هي حكام الاقاليم، عشان كان بسط نفوذهم ادى الى ضعف الدوله. فالمعلم ده جه قضى على الكلام ده كله بصفه عامه. الاثر المقابل اللي قدامك اللي هو الاهرامات بالصوره يعد احد ابرز معالم الحضاره المصريه خلال العصر الفرعوني، ولا مغمض عينيا يبقى على طول عصر قديم. طيب السؤال اللي ورا 4 بيقول لك تشابه الملك نعرمر مين مع الملك امنحات الاول اسره 12 في كموها بي؟ توحيد البلاد لا طبعا، ده وده لا. تحقيق العداله الاجتماعيه استحاله. اتخاذ عاصمه جديده اه طبعا. يبقى مين؟ هتكلم على منف، والتاني هيتكلم على اسيتاو قريبها من الدلتا ويبقى ارض خصبه. تتضح السياسه الحكيمه من ملوك العصر العتيق في مصر القديمه من خلال طبعا يبقى روابط اجتماعيه. ليه يا جدعان؟ هتكلم على زواج مصاهره وعلى ازدواجيه الالقاب. دل على صحه العباره تاريخيا. تعددت بصمات الملك نعرمر ميناء في تاريخ مصر القديمه. هقول له اه طبعا تعددت العباره صحيحه. هقول لك اول حاجه وحد القطرين، ثاني حاجه عمل حكومه مركزيه، اول حكومه مركزيه قويه، ثالث حاجه عندي بنى مدينه منفى او القلعه البيضاء. فسر يطلق على فتره الاسره ال 11 وال 12 فتره الرخاء الاقتصادي. هنا بتكلم على عصور وسطى، بتكلم على انجاز عمراني، بتكلم على انجاز زي قناه سويس، بتكلم على تجاره خارجيه. اللي وراه على طول اي ملوك مصر القديمه عدا هيبه الحكومه المركزيه للبلاد بعد نهايه عصر الانتقال الاول. يبقى هنا بيتكلم على بدايه عصر دوله وسطى، يبقى على طول منتو حتب الثاني، وانا مغمض عينيا على طول. اعيد توحيد البلاد سياسيا بعد وحده الملك مين على يد احد ملوك الاسره. نفس الموضوع، يبقى الاسره الكامل 11 اللي هو مين؟ ابن حتب منتو حتب اسف الثاني. اللي وراه السؤال اللي وراه، جاء توجه حكام الدوله الوسطى باتخاذ عاصمه جديده للبلاد بهدف بسط السيطره والنفوذ طبعا لا استحاله. وبتكلم على دوله وسطى ماشي. يبقى انا من الحد الاول يبقى انا بتكلم عليها تحقيق مشروعات اقتصاديه، وانا مغمض عينيا على طول مالهاش علاقه. من خلال دراستك للدوله القديمه والوسطى نستنتج ان الوجه الشبه بين الاثنين ايه؟ التوسع في الخارج استحاله، تعدد العواصم تبدأ كان في الوسطى بس. الاهتمام بالعمران ولا التقدم العسكري؟ طبعا ده الاهتمام بالعمران، واحد كان عنده اهرامات والتاني كان عنده مدن جديده. اي من الاتي يخرج عن سياسات حكام العصر العتيق في مصر القديمه؟ الربط بين الدلتا والصعيد يخرج عنها. المصاهره بالجواز معانا، ازدواج الالقاب معانا، الاهتمام بالعادات الدينيه معانا. يبقى الاجابه الصح هي توطيد الامن. ده السياسي او الامني ما كانش اصلا معايا فيهم. يبقى الاجابه الصح هي دي اللي وراه. السؤال اللي وراه مقال بيقول لك ماذا كان يحدث اذا استمرت فترات حكم الدوله الوسطى كما كانت زمن ملوكها العظام؟ هنا طبعا بيتكلم على عصر الرخاء. يبقى انا اقول له لم تضعف البلاد، لم يحدث تنازع بين الملوك ولا حتى حكام الاقاليم، وفي نفس الوقت لم تحتل البلد زي الهكسوس كده. تميزت فتره حكم الدوله القديمه بعده مميزات سياسيه واقتصاديه. ما هي دوله قديمه؟ يبقى انا هتكلم هنا على رخاء، عصر بناء اهرامات، هتكلم على حكومه مركزيه قويه، هتكلم على توفير الامن والامان. اللي وراه اتبع ملوك العصر العتيق سياسه ادت الى الحفاظ على وحده دولتهم وتماسكها من خلال السياسه اتبعوها. ما هي السياسه؟ زياده نفوذ رجال الدين مش معايا، السفن مش معايا، نواحي اقتصاديه مش معايا، بس سياسه دينيه واجتماعيه عن طريق المصاهره وازدواجيه الالقاب. نتوقع من بناء الاثار الضخمه التي شهدها ملوك الدوله القديمه اهتمام بالنواحي. طبعا دي يبقى دي نواحي مين؟ وانا محمد علي اتوقع من بناء الاثار الضخمه، يعني بتكلم على الاهرامات، يبقى دي نواحي دينيه. تمام. السؤال اللي وراه، عرفت مصر نظام الحكم المركزي اعتبارا من حكم مركزي؟ يبقى ده عصر عتيق. مين؟ توحيد قطرين مع بعض، وانا مغمض عينيا ما ينفعش اقول دوله قديمه ولا وسطى ولا حديثه، لان ده كان الاول. فسر نقل من الحاد الاول العاصمه من طيبه لاسيتاو. هو الاسيتاو اتنقلت عشان يبقى قربها من الدلتا. هقول تاني حاجه ان ارض خصبه فعايز يزرع. دل على صحة العبارة تاريخيا. اتبع ملوك العصر العتيق سياسة حكيمة للربط بين الصعيد والدلتا بعد اتحادهم. ما هي السياسة الحكيمة؟ هقول السياسة الحكيمة يا مستر هي سياسة اجتماعية ثقافية عن طريق حاجة اسمها الزواج والمصاهرة وازدواجية الألقاب، فيخلي الشمال والجنوب مع بعض حاجة ايه؟ واحدة. اللي وراه على طول السؤال اللي وراه على طول، ما هو الموقع الحالي لمدينة اسيتاو؟ يقع في منطقة طبعا هتبقى جنوب الدلتا، العياط ماشي، جيزة. تشابهت سياسة النحات الأول وسنوسرت الثالث، الاثنين طبعا ده بنى أسيتاو والتاني عمل مشروعات اقتصادية زي طبعا قناة سويس. يبقى الإجابة الصح هي مشروعات اقتصادية بناء وعمران. المصاهرة والزواج الألقاب المصاهرة وازدواج الألقاب في فترة العصر العتيق لتحقيق إيه؟ المصاهرة والازدواج الألقاب في فترة العصر العتيق كانت بتحقق أهداف إيه؟ إيه الأهداف اللي كانت بتحققها؟ لو أنا قلت اجتماعية غلط يا جدعان. هو بيقولش دي وسيله لايه؟ لتقارب ايه؟ هو بيقول لك بتحقق اهداف ايه؟ طبعا اهداف سياسيه عشان يبقى عندي وحده، يبقى احنا حاجه واحده. دل على صحه العباره تاريخيا. تعددت خصائص العصر العتيق في مصر القديمه. طبعا هنقول اول مدينه اللي هي القلعه البيضاء، حكومه مركزيه، توحيد الشمال مع الجنوب. يبقى كل دوت بيتكلم عليها توفير امن وامان. لكتابات مانيتون اهميه كبرى في معرفه تاريخ مصر الفرعوني. طبعا وانا مغمض عينيا يبقى قسم الاسرات ل 30 اسره. اللي وراه اي من الاتي اتخذوه ملوك العصر العتيق للربط بين الصعيد والدلتا؟ اي من الاتي اللي حصل؟ طبعا هنا هنتكلم على مين؟ على الاعياد الدينيه.
يخرج عن وجه الشبه بين خصائص العصر العتيق وخصائص الدولة القديمة، يعني مش معاها، وجود حكومة مركزية قوية معانا، تحقيق أمن واستقرار داخلي معانا، إقامة عديد من المنشآت المعمارية، ولا استخدام الروابط الاجتماعية لتحقيق الاستقرار. طبعا يخرج عن وجه الشبه بين الاثنين، يبقى استخدام الروابط الاجتماعية، ده حصلت في العصر العتيق ولم تحدث في الدولة القديمة. الإجابة الصح هي دي. السؤال اللي هو رقم 3 بيقول لك الدروس المستفادة من أحوال مصر في عصر الانتقال الأول تظهر أهمية. الدروس المستفادة طبعا يبقى أنا عندي حكم مركزي قوي، وهنا حكم مركزي قوي فهنا بتكلم على مين؟ بتكلم على ابن محات. الاستقرار أهم دعائم التنمية والبناء. كيف تبقى العبارة عن عصر الدولة القديمة؟ طبعا هو عصر الدولة القديمة عصر ازدهار وعصر رخاء، عصر بناية أهرام، عصر أمن وأمان، عصر حكومة مركزية، وأيضا عصر توحيد. استنتج الاثر الناتج عن فقدان الملوك في مصر القديمه سيطره الحكام الاقاليم. هقول لك لم تضعف البلاد طبعا، هقول الاثر اسف الناتج، هقول البلاد ضعفت، وهقول ان تمت السيطره من جانب حكام الاقاليم، سادت الفوضى وعدم الاستقرار، وامتنعوا عن دفع الضرائب. اللي وراه النموذج السادس. هنتكلم بقى على عصر الانتقال الثاني والدوله اليمين الحديثه. بروح كده، من خلال دراسه تاريخ مصر القديم نجد ان مصر القديم امن بان امن مصر القومي مرتبط بجميع جيرانها، وخاصه من الناحيه طبعا الثغره اللي كانت بالنسبه لي دايما واللي فيها دايما مشاكل على طول الناحيه الشماليه الشرقيه عن طريق سوريا على طول، وانا مغمض عينيا. يقول احد حكماء مصر القديمه: طوبى للذي يحمي البلاد من اعدائها ويحافظ على حدود طولها وعرضها. تنطبق تلك المقوله على الملك. مين بقى اللي عمل الكلام ده كله؟ طب تعالى كده معايا بالراحه كده، وبيتكلم على طوبى في حارب و طبعا يبقى تحتمس الثالث، معركه مين؟ مجده، وانا مغمض عينيا، يبقى حارب او حافظ على البلد. اللي وراه السؤال اللي وراه بيقول لك بقراءه الخط الزمني الذي يوضح فترات الازدهار التي مرت بها الحضاره المصريه القديمه، نستخلص ان افضل فترات الازدهار السياسي والعسكري، وانا مغمض عينيا يبقى دوت على طول عصر المجد الحربي، يبقى الدوله الحديثه على طول. سيادة الأمن والاستقرار داخل البلاد يحتاج إلى قيادة حازمة وقوانين وتشريعات. مين بقى اللي حط قوانين وتشريعات؟ حور محب. لو أنتوا فاكرين على طول بعد مين؟ بعد إخناتون. الاتنين دول خربوها، يبقى مين؟ حور محب. سقطت مصر فريسة في يد الهكسوس عام 1730 قبل الميلاد. نتيجة طبعا هو بيتكلم هنا على مصر وبيتكلم على سقوطها في يد الهكسوس، فهنا كان في صراع ما بين الملوك، يبقى طبعا الإجابة الصح هي الصراعات السياسية. اللي وراه وضح الدروس المستفاده من نجاح الهكسوس في احتلال مصر. الدروس المستفاده ان لازم نبقى امه واحده، ان احنا نتحد، نحافظ على امن دولتنا، يبقى عندنا جيش قوي بمعنى اصح. دلل على صحه العباره: تتميز حروب بعض ملوك الدوله الحديثه بكونها حروب دفاعيه. طبعا هتكلم على اثنين، على تحتمس وعلى رمسيس الثاني، الاثنين كانوا حروب دفاعيه على فكره، محدش فيهم سعى اصلا هو يروح الحرب. اللي وراه السؤال اللي وراه على طول: ارتبط تكوين جيش مصر قوي في بدايه الدوله الحديثه تحقيق طموحات وحفظ امنها، ولا القضاء على الفتن الداخليه ملهاش علاقه، ولا مواجهه نفوذ رجال اتون، ولا مواجهه اول ثوره اجتماعيه؟ طبعا الاجابه الصح هي تحقيق طموحاتها وحفظ امنها. اللي وراه مصر هبه المصريين. تتفق هذه المقوله مع اي من سمات الحضاره المصريه القديمه؟ مصر هبه المصريين يعني هم اللي عملوها، محدش اتدخل خالص فيها، يعني هي مش ميكس. يبقى الاجابه الصح هي الاصاله، يبقى حاجه راجعه علينا احنا بس. اي من الاتي حاجه كده بيور. اي من الاتي يعد ابرز اعمال ملك مصر الذي بدا بعده عصر الدوله الحديثه؟ عصر الدوله الحديثه. طب تعالى بقى معايا: صد هجمات ملوك الرعاه، تكوين امبراطوريه مصريه كبرى، ولا توقيع اقدم معاهده سلام، ولا تحرير تراب مصر من اعدائها؟ طبعا تحرير تراب مصر من اعدائها، وهنا قصده مين؟ احمس. يميل مصر القديم للسلم ولا يخوض الحرب لدفاعا عن بلاده او طرد المحتل؟ تشيل العباره السابقه لاي ملوك مصر. تعالى بقى معايا كده بالراحه، وقال لك اهو خلي بالك، عشان هو لو ما كانش قال الكلمه دي كان يفرق. قال لك اهو اللي دفاع عن بلاده او طرده، يبقى مين؟ الملك احمس، وانا مغمض عينيا. تشابهت العصور التاليه الانتقال الاول والانتقال الثاني المتاخر من تاريخ مصر القديمه في انها عصور انتقال اول انتقال ثاني متاخر، وانا مغمض عينيا، يبقى ضعف واضمحلال. تمام. اللي وراه استنتج الاثر الناتج عن اصدار حور محب القوانين والتشريعات عقب الثوره الدينيه. طبعا هنا عاد الامن والامان للبلاد، وهنا قضى على الفوضى اللي كانت موجوده. حدث مصداقيه العباره التاليه: لم يكن العصر المتاخر كلها عصر ضعف واضمحلال. هقول له طبعا صح، العباره صادقه. عندي عصر نهضه في الاسره 26، عندي الملك ابسماتيك الاول وابنه نخاو الثاني، وطبعا كانت حاجه كويسه جدا. اللي وراه بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الاسبوع السابع اللي هو الحياه الاقتصاديه. الاول بالراحه: تعداد مقومات الحياه الاقتصاديه في مصر القديمه يخرج عن تلك المقومات. احنا اتفقنا مع بعض على اتفاق جميل جدا ولذيذ وحلو ومسكر زيكم كده، الا وهو ايه؟ هو ان انا لازم اقرا السؤال صح، اقرا السؤال صح، اقرا السؤال صح. قلتها 3 مرات. يعني ايه يا مستر؟ 50% من اجابتي للسؤال نطقي ليه صح. هفضل اقولها لك من اول السنه لحد اخر السنه. 50% من اجابتي للسؤال نطقي ليه صح. ده اول حاجه. تاني هام اجاوب على السؤال مقالي، عرفت خير وبركه. في مشكله عندي فيه، ابص على 4 اختيارات، اطير واحده 2 ويبقى 2 اختار منهم، او 3 احسن ما اختار من كام؟ من 4. طيب بصوا بقى معايا انت وهي، وصلى سيدنا محمد كده. تعداد مقومات الحياه الاقتصاديه
في مصر القديمه يخرج عن تلك المقاومات، يعني مش معانا. طبعا نهر النيل معانا، عندنا موقع متميز طبعا معانا، موقع جغرافي وفلكي سواء جوه او بره. المواد الخام معانا، يبقى مين؟ الحدود الطبيعيه دي مش تبع الحياه الاقتصاديه. اثنين، اتجه مصر القديم للحفاظ على موارد الزراعه من خلال، هيحافظ على موارد الزراعه يعني هنا بيتكلم على حبوب، هنا بيتكلم على قمح بالاخص بانشاء صوامع. ظهرت الملكيه الخاصه للاراضي الزراعيه في مصر القديمه، بل انها كانت ملكا لورثاتهم كمان، يعني كانوا بيورثوها وملكيه خاصه. وانا خدت عندي الملكيه الخاصه كانت موجوده في حاجتين، عندي طبقه سياسيه وعندي طبقه عسكريه. السياسيه كان كبار الموظفين والكهنه وحكام الاقاليم، وممكن كمان يبقى معاهم الجيش، فدي كانت طبقه عسكريه. يبقى طبعا مين؟ الاداريه والعسكريه. واداري يعني ايه؟ سياسي. ارتبط المصري القديم بالارض او بالاراضي الزراعيه ودافع عنها، او دفاعه عنها جاء لكونها ايه؟ طبعا المصري القديم كان بيحب الارض الزراعيه، لان احنا اول حضاره زراعيه، وكان متعلق بيها لانها كانت مصدر لحاجتين، مصدر للرخاء ومصدر للدخل. يبقى الاجابه الصح طبعا دي مش موجوده، دي مش موجوده، يبقى الاجابه الصح اساس رخاء البلاد. تعد اقدم واعرق الصناعات في مصر القديمه. اقدم صناعه احنا خدناها لو انتم فاكرين في الدرس يبقى الصناعات الحجريه، بدليل ان كان عندي حاجه اسمها عصر حجري اول اللي هو القديم، ونزل الانسان على الوادي، فالاثنين كانوا مربوطين مع بعض. يبقى على طول الاقدم والاعرق في الصناعات يبقى الصناعات الحجريه اللي وراه. دلل تاريخيا على صحه العباره الاتيه، ده الاسئله المقاليه. تعددت ادوار الدوله في مصر القديمه من اجل تنميه الصناعه. يبقى هنا نتكلم على دور الدوله في الصناعه. احنا قلنا الدوله عملت ايه؟ قلنا يا مصر ان الدوله كانت بتهتم بالصناعه، وكانت بترسل بعثات للتعدين، وكانت بترسل مع هذه البعثات بعثات تانية للتامين، عشان طبعا ما ينفعش ان حد يطلع معادن وحد يطلع عليه يسرقه. وقلنا ان ايضا كانت بتدي الاجور مخصصه او عينيه للعمال من الصناعات نفسها، يعني يطلع ذهب ياخد ذهب، يطلع حاجه ياخد حاجه منها. حدث الاثار الناتجه عن بناء سد اللاهون في عصر الدوله الوسطى، يعني سنوسرت الثالث. الاثار الناتجه المترتبه على سد اللاهون، يبقى انا عندي طبعا 27000 فدان، ده اولا. القضاء على الفيضان، ده ثانيا. زياده الرقعه الزراعيه، يبقى التوسع الافقي. وفي عندي حاجه كمان قلنا انشاء مدن جديده، وده طبعا هيبقى جانب عمراني، جانب اجتماعي اللي هو تسكين مين؟ الناس. وطبعا هيبقى عندي زياده في الزراعه. طيب اللي وراه الواجب المنزلي. ملكيه اراضي الاوقاف في مصر القديمه كانت تحت تصرف. اراضي اوقاف يعني انت بتتكلم على دين، يعني كهنه معابد، يبقى على طول وانا مغمض عينيا وانا مغمض عينيا دول ما ينفعوش، دي ملكيه خاصه. ترتب على بناء سد اللاهون خلال عصر الدوله الوسطى تحقيق نهضه. طبعا النهضه هتبقى اقتصاديه وعمرانيه. طب هو يا مستر اولا سد اللاهون زي ما احنا لسه قايلين من شويه منع من الفيضان، والارض هنا مساحتها تزيد، يبقى انا عندي توسع افقي، زياده مساحه الارض، يبقى انا عندي زراعه كتير، زراعه 27000 فدان. طب ال 27000 فدان دولت عايزين ناس اصلا تزرعه، يبقى انا عندي هنشئ مدن عمرانيه. يبقى مدن عمرانيه معناها تسكين، معناها جانب اجتماعي، معناها جانب عمراني. يدل نجاح المصري القديم في اقامه نهضه اقتصاديه شامله، شامله يعني كل حاجه بقى، صناعه، زراعه، تجاره بره وجوه. توفر المواد المحليه، ما المواد لوحدها مش كافيه، لازما يبقى في عندي قدره. يبقى الاجابه الصح تعويض فقر البيئه استحاله، حمايه ده جيش. يبقى استثمار الموارد وتنميتها. ليه؟ انا قلت لك خد بالك، لو انت معاك فلوس وما عندكش عقل مش هتوصل لحاجه. هتقول لي يا مستر لا والله ما هتوصل، هتخسر. ولو انا معايا جزء من فلوس وعندي عقل هوصل، ولو انا معيش فلوس خالص وعندي عقل هوصل برضه. وده هتلاحظوه في ناس كتير جدا بره بتعمل كيانات ضخمه حرفيا من لا شيء. وعندكم ابسط حاجه، بصوا على امازون شوفوا كان ايه الاول، صاحبه كان شغال ايه. نتج عن تعريض مصر لموجات من الفيضان والجفاف. فيضان وجفاف يعني هنا بيتكلم على زراعه وبيتكلم على سد اللاهون. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى اهتمام بمشاريع الري اللي هو سد اللاهون. طبعا ما ينفعش اقول يا جدعان زياده رقعه زراعيه، لان دي نتيجه مترتبه على ده. صنعت معظم الاواني في مصر القديمه. معظم اواني، طبعا انا بتكلم على اواني بصفه عامه، يبقى دي في طبقه كبيره، والطبقه الكبيره تبقى طبقه العامه، فطبيعي هتبقى من الفخار، طمي النيل اللي هو الفخار. الاسئله الاتيه مقالي. دلل على صحه العباره تاريخيا. يعد نهر النيل محور سياسه مصر الاقتصاديه في مصر القديمه. صحه العباره، اقول العباره صحيحه. ليه؟ لان نهر النيل اصلا اقدم حضاره زراعيه قامت عليه. واقول ان نهر النيل ساعد في الزراعه والصناعه والتجاره. طب ما تثبت لي كده يا مستر. انا عندي ان نهر النيل، ان احنا اتفقنا مع بعض ان كان الانسان مربوط بارضه، فكانت بالنسبه له مصدر دخل وزياده انتاج قومي. قلنا في الصناعه كان بيتم استخدامها في الصناعه لو انتم فاكرين. كان في عندي حاجتين،
كان في عندي ورق البردي وعندي الفخار، والاثنين كانوا بيطلعوا من بيئه طينيه واحده اللي هي البيئه الفيضيه النيليه اللي هي نهر النيل. ولو اتكلمنا في التجاره، حصل عندي رواج للتجاره الخارجيه والداخليه، الداخليه من الشمال للجنوب، والخارجيه كنا بنصدر وبنجيب في نهر النيل. اسهم او اقول اسهامات الاقتصاديه كان في الزراعه، الصناعه، والتجاره طبعا. تمام. السؤال اللي ورا بيقول لك بما تفسر تعد الزراعه في مصر اساس رخاء البلاد؟ طبعا لان الزراعه هي اساس اول حضاره زراعيه اللي هي مصر. اتنين، ان مصر القديم كان مرتبط بالارض جدا وبيدافع عنها لانها تمثل مصدر الدخل، والناحيه التانيه رخاء البلاد. انتوا معايا يا زغاليل؟ طيب اللي وراه التقييم الاسبوعي. ارتبطت مقومات الصناعه في مصر القديمه بايه؟ مقومات الصناعه يعني الاساس بتاع الصناعه جاي منين؟ نهر النيل؟ لا طبعا. الموقع المتميز ده هيبقى خارجي، ماليش دعوه بيه. تنوع المناخ دي زراعه، فمش بتاعتي خالص ده كله. وده برضو زراعي واستثمار الموارد طبيعي، لان احنا قلنا ان المواد الخام الواحده بيطلع منها اكتر من حاجه، زي ما احنا اتكلمنا في الصناعات الحجريه لو انتوا فاكرين، البردي، الفخار، صناعه المعادن، كل دوت بيطلع منه اكتر من حاجه. تعدد ادوار الدوله في تنميه الزراعه في مصر القديمه يخرج عن دورها في التنميه الزراعيه، يعني حاجه مش تبع الزراعه. اول ما هشوف طبعا منح الفلاحين اجورا نقديا هتبقى دي الاجابه الصح. عارفين ليه؟ لان كان عندي حاجه اسمها المقايضه، وانا ما عنديش حاجه اسمها فلوس، فكان في حاجه اسمها مقايضه قائمه على الامانه وعلى النزاهه، وكان ضد الغش عشان كان في وصايا اخلاقيه، يبقى الباقي كله مش هفكر ابص عليه. او اي من عواصم مصر القديمه ساهمت الحكومه المركزيه في تحقيق النهضه الزراعيه من خلال مشروعات ري، كل ده معايا. يبقى انا هتكلم على دي العاصمه منفى، لا هي طبعا اسيتاو. ليه؟ لانها قريبه من العاصمه المنحات الاول، ودي طبعا كانت فيها ارض زراعيه خصبه. اللي وراه ساهمت الحكومه المركزيه في تنميه صناعه البلاد في مصر القديمه، حدد جهود الحكومه في ذلك. احنا اتكلمنا مع بعض في الحته دي، تنميه الصناعه يبقى ده دور الدوله في الصناعه زي ما احنا اتفقنا مع بعض، اللي هي هيحصل ناس هتطلع تستكشف وتجيب المعادن بمعنى اصح وتنقب عنها، في بعثات هتطلع تامنهم، وفي نفس الوقت هيحطوا ضوابط طبعا في الصناعه اللي موجوده عندي. دل على صحه العباره الاتيه او التاليه: تعددت انواع الصيد في مصر القديمه. عندي 3 انواع من الصيد، عندي الصيد البري، وعندي صيد الطيور، وعندي الصيد النهري، او اقدر اقول عليه ما هو مين السمك. طبعا البري كان بتاع فئه معينه اللي هي الطبقه العليا او عله القوم، ودول كانوا بيستخدموها رياضه، اسود وفهود وغزلان اسف. عندي الطيور كان كله بيصطادها قالك زي البجع والسمان، وعندي السمك كان ده بتاع الطبقه العامه او الفقيره، وده هنا حصل فروق فرديه ما بين الاثنين. اختر الاجابه الصحيحه من بين البدائل. ارتبط انشاء الصوامع في مصر القديمه ب اعتدال المناخ. طب هنعملها ليه؟ تعرض البلاد لازمات طبيعيه طبعا، الا وهو الفيضان. مثل صيد البر عند المصريين القدماء احد مظاهر صيد بر يعني العليا، علية القوم. يبقى التقسيم مين؟ طبقي على طول، لان كانت في فئه مفخده بمعنى اصح وفئه تانية مش لاقيه تاكل. اي من ملوك مصر قديما سعى لاقامه نهضه زراعيه في الدوله الوسطى؟ نهضه زراعيه بقى على طول، انت مغمض عينيك. يبقى امنمحات الثالث. طبعا حتشبسوت لا، دوله حديثه من حتب نفس الموضوع. حور محب طبعا هيبقى ده السياسي، وحور محب هيبقى دوله حديثه. اللي وراه اجب عن الاسئله التاليه. دلل على صحه العباره التاليه: تعداد ادارات شؤون الزراعه في مصر القديمه. عندي 5 ادارات زي ما احنا اتفقنا، واحده بتاعت مساحه اراضي، واحده بتاعت زراعه، واحده بتاعت الاقاليم، وبتاعت الازمات ايضا. يبقى 5 ادارات على طول. استنتج الاثر الناتج عن الاثر الناتج يعني النتيجه المترتبه على اهتمام الحكومه المركزيه في مصر القديمه اللي هي بتدير الدوله بتحقيق تنميه صناعيه. طبعا هقول تقدم الصناعه، هقول اتقان الصناعه، هقول تساعد على التجاره الخارجيه. ممكن كمان ازود هنا حاجه عندي وابقى انا لعيب قوي في الحته دي، اقول لهم زياده الفائض او الميزان التجاري للدوله. معنى ميزان تجاري ان الصادرات اللي هيحصل لها هتزيد والواردات هي اللي هتقل. ممكن اقول ارسال بعثات للاخر لتقويه، ما هو طبيعي لما يبقى في صناعه هيبقى في تجاره، فهيبقى في رواج في كل حاجه. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. برع المصري القديم كأول صانع محترف في العالم يعرف الكثير عن أسرار المواد الخام. أول صانع يعني عمل حاجة محدش عملها. أنا عندي حاجتين: عندي نبات البردي كان عندنا بيتزرع، هو آسف عندنا بيطلع من نهر النيل وإحنا اللي بنعمله بنصدره، وفي نفس الوقت عندي حاجة تانية ألا وهي الصناعات الزجاجية، يعني رمال مين؟ بيضاء. يخرج عن اهتمام الدولة في مصر القديمة بإنشاء سدود، يعني حاجة مش معاهم خالص. حد من آثار الفيضان؟ لا طبعا ده معمول عشانه.
زيادة مساحة الأراضي معاها، مواجهة أزمة الجفاف معاها، طبعا تسهيل حركة السفن دي الوحيدة اللي مش معاها، لأن دي تبع التجارة مين؟ الخارجية. ارتبط إتقان المصري القديم لمعظم الصناعات الذهبية الأغراض، مصري قديم وصناعات ذهبية. اقتصادية وعلمية؟ لأ. سياسية ودينية ولا سياسية واقتصادية ولا لا طبعا يبقى سياسية ودينية. عارفين ليه سياسية ودينية؟ عشان الملوك، يبقى في عندي أقنعة، في عندي تيجان. ولو هتكلم على الدينية التوابيت، واحنا قلنا أصلا إن أكتر يعني زراعة ولا صناعة ولا تجارة مين أكتر فيهم مرتبطا بالدين؟ طبعا هي الصناعة. أجب على الأسئلة التالية لسد اللاهون آثار عمرانية في مصر القديمة. احنا اتفقنا واتكلمنا على آثار مترتبة على سد اللاهون: إقامة مجتمعات عمرانية، 27,000 فدان، اتساع الرقعة الزراعية، وأيضا القضاء أو منع الفيضان بمعنى أصح. وضع سيدنا يوسف عليه السلام خطة استراتيجية بعيدة المدى تركز على مبدأ الادخار والاستدامة من خلال تخزين الحبوب للانتفاع بها في سنوات العجاف. في ضوء العبارة السابقة وضح الدروس المستفادة. أقول الدروس المستفادة: التخطيط الجيد، هقول حسن استثمار الموارد، تقليل الاستهلاك، وممكن أقول حسن إدارة الأزمة. كل ده ينفع معايا على فكرة، لأن هنا بيقول لك الدروس المستفادة إيه. تمام؟ تمام. اللي وراه على طول النموذج الثامن. اختر الإجابة الصحيحة. ترجع أسباب اختيار مدينة أسوان كأحد مراكز التبادل التجاري في مصر القديمة. طبعا لو هنتكلم على أسوان يبقى ده سبب جغرافي. سبب مين جغرافي؟ ليه؟ مثلا لقربها، احنا في الجنوب بالنسبة لشمال السودان، فالاثنين ملتقى مع بعض، فده تبادل تجاري فيه. أي من المنتجات الآتية اعتمد المصري القديم على الخارج في الحصول عليها؟ الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش عندنا ألا وهي الأخشاب. يعني كنا بنصدر إيه؟ كنا بنصدر ورق البردي، يبقى دي الحاجة الوحيدة اللي مش عندنا. ساعد على ازدهار نشاط التجارة الداخلية في مصر القديمة. بتكلم على تجارة داخلية وعلى ازدهارها. طبعا موقع جغرافي ده خارجي الاول، يعني ده مش معانا. اختراع العمله، ما كانتش معانا عمله. انا قدامي دلوقتي حاجه من الاثنين: يا انبساط الارض يا موقع فلكي. موقع فلكي يعني ده داخلي بيسهم في الزراعه، والزراعه طبعا كان ليها جزء ايضا في ازدهار، بس خلي بالك الاجابه الصح انبساط الارض. هقول لك ليه انبساط الارض. طبيعي لو انا عندي تنوع في المحاصيل وعندي ارض زراعيه كتيره جدا، ماشي انا هروح اودي من الشمال للجنوب وهخرج كمان بره، مفيش مشكله بالنسبه لي. بس هو دلوقتي بيتكلم عن التجاره الداخليه. انا اصلا عندي اعاقات، يعني انا عندي تلال، عندي في جبال، عندي مثلا في موانع في نهر النيل، انا هعرف اودي الكلام ده كله؟ استحاله. بس هو قال لك اصلا انبساط الارض ان ما كانش فيه اي عوائق طبيعيه، الارض كلها مالها منبسطه. فالاجابه الصح طبعا هتبقى انبساط الارض. محدش يقول لي موقع فلكي. ازاي موقع فلكي؟ موقع فلكي يعني تنوع مناخي، انا معاك جدا، وتنوع مناخي يعني تنوع زراعه. بس هو بيقول لك ساعد على ازدهار نشاط التجاره الداخليه. اللي ساعد عليها هي مين؟ انبساط الارض. استورد المصري القديم الزيوت من جيرانه، خاصه المتواجدين بحدوده. عندي غربيه وجنوبيه. غربيه يبقى ليبيا وانا مغمض عينيا، وجنوبيه تبقى النوبه. اعتمد المصري القديم بصوره كبيره على منتجات من بلاد النوبه، خاصه التي استخدمها في المجالات. جبت من النوبه حاجات كتيره قوي 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 قوي. يبقى مجالات دينيه، بعث وخلود. عارفين اللي هو مين؟ اللي هو البخور والتحنيط. حدد الآثار الناتجة عن وجود الجنادل في مصر في مجرى النيل بالنسبة للتجارة الخارجية بين مصر وجيرانها في العصر القديم. تفرق. لو قال لك في عصر حديث أو وسط يبقى حاجة تانية، يبقى يساهم في زيادة التجارة الخارجية والكلام ده. لكن هو بيتكلم على مين؟ دولة قديمة. يبقى أنا هقول كده: إعاقة التجارة الخارجية. ليه؟ لأن كان الجندل لسه موجود زي ما هو، ما حصلش فيه أي حاجة في الدولة القديمة. سنوسرت هو اللي عمل ده. حدد العلاقة بين عصر الملك سنوسرت الثالث والتجارة الخارجية لمصر. يبقى عصر سنوسرت الثالث عمل حاجتين: عمل قناة جنب الجندل الأول اللي هو أزال الصخور، والحاجة التانية قناة سيزو ستريس. على طول أنا بغمض عيني. هارخوف، سنوسرت الثالث، حتشبسوت، نخاوي الثاني، شخصيات مصرية من التاريخ القديم. القاسم المشترك ما بينهم الاهتمام بالتجارة. طبعا القاسم المشترك ده الباشا ده كان على رأس رحله كانت لافريقيا، وده من اعظم الرحاله. سنوسرت الثالث طبعا عمل سد اللاهوت. حتشبسوت دوله حديثه طبعا ساهمت مع بلاد بونت. نخاوي الثاني طبعا هيبقى اول رحله استكشافيه اللي هي راس رجاء الصالح. سنوسرت الثالث بتاع اسف الجنادل وبتاع قناه سنوسرت، يبقى سيسو السويس قصدي، يبقى افريقيا على طول. تطورت وسائل النقل وتعددت في مصر القديمة وأصبحت أكثر سرعة، بدءا من أكثر سرعة لما أظهرنا علينا العجلات اللي بخيول تجر. يبقى عصر حديث، يبقى عصور أحمس. تمكن حكام مصر القديمة من إزالة بعض التحديات الطبيعية التي تواجه تجارة مصر مع النوبة وشمال السودان، وذلك كان في العصور طبعا الوسطى. سنوسرت عشان بيقول لك إزالة بعض التحديات، يبقى قصده هنا مين؟ الجندل. نجح المصريين القدماء في الدوران حول افريقيا في رحله استمرت 3 سنوات بمساعده بحاره. يبقى عندهم خبره ملاحيه، خبره بحريه، خبره تجاريه. يبقى فينيقيا اللي هي
سوريا ولبنان، يبقى الاقليم السوري. استورد المصريين القدماء من البلاد الشماليه الشرقيه لمصر، شماليه شرقيه الناحيه الثانيه، يبقى خشب الارز 40 سفينه سنفرو. اجب على الاسئله الاتيه، حدد مدى مصداقيه العباره الاتيه استخدام المصري القديم العملات في معاملاته التجاريه المختلفه. هقول عباره غير صحيحه. ليه؟ لان كان في حاجه اسمها المقايضه وليست عملات، والمقايضه كانت معتمده على الامانه والنزاهه. حدد العلاقه بين الملكه حتشبسوت وبلاد فونت اللي هي الصومال حاليا، بلاد بونت اسف. يبقى الاثنين في رحله تجاريه كبرى ب5 سفن عملاقه او كبيره، حصل فيها تبادل، وجبنا منهم هناك محاصيل زراعيه نادره، حيوانات نادره، وده كله ظهر في معبد الدير البحري. يعد اعظم الرحاله بمصر خلال عصر الدوله القديمه. وانا مغمض عينيا على طول، اعظم الرحاله، لان كان ليه دور اقتصادي ودور سياسي، ترأس البعثه وفي نفس الوقت كان من اعظم الرحاله. اصبح نهر النيل منفذ هام لتجاره مصر الخارجيه منذ عهد الدوله الوسطى. هواي يا مستر دوله وسطى عشان خاطر يا جدعان سنوسات. استرشد المصري القديم في المعاملات التجاريه طبعا معاملات تجاريه، كان بيتكلم على منع الغش واصدار قوانين ومعاقبه تبقى وصايا اخلاقيه. خلاص تمام. طيب اجب عن الاسئله الاتيه، حدد رايك في العباره الاتيه. سبق المصريين القدماء البرتغاليين في اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، وده عن طريق اول رحله استكشافيه عن طريق ملك الاسره 26 نخاوي الثاني، لما ارسل رحله بحريه بقياده فينيقيين استمرت 3 سنوات من خليج السويس، وطلعت مضيق جبل طارق، وقرأت محمله بخيرات افريقيا، ودي تعتبر اول رحله بحريه اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح او التعرف على مناطق جديده. فسر اسباب وضع المصريين القدماء القوانين في المعاهدات التجاريه طبعا لمنع الغش وتقييده، وايضا مراقبه الاسواق وضبطها ووضع عقوبات صارمه، وطبعا الالهه ممكن كمان ان هي ترفض الموضوع ده جدا. تمكن المصريين القدماء من اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح بمساعده الفينيقيين خلال فينيقيين، يبقى على طول وانا مغمض عينيا بعصر متاخر عشان ده عصر النهضه اللي وراهم. استورد المصري القديم بعد مده تحنيط الموتى من بلاد طبعا النوبه بخور. اي من الاتي سهل اتصال مصر بالعالم وساعد على اقامه العديد من العلاقات. سهل اتصال مصر بالعالم، يبقى دي بيتكلم عن علاقه خارجيه، يبقى موقع جغرافي وانا مغمض عينيا على طول، دي تجاره خارجيه. اما موقع فلكي يبقى ده جوه تنوع مناخ، فادى الى ازدهار الزراعه وادى الى ازدهار التجاره الداخليه. دل على صحه العباره الاتيه، توطدت علاقه مصر التبادليه مع بلاد بونتو الصومالي. يبقى انا هتكلم هنا على حتشبسوت. استنتج جهود الدوله المصريه في تنميه التجاره، يبقى انا هنا هتكلم على دور الدوله المصريه في تنميه التجاره. يبقى انا هتكلم على اقامه الحصون، ان الدوله حطت ادارات زي اداره تجاريه واداره الخزانه العامه. هقول ان الدوله منعت الغش وحطت عواقب او عقوبات او قوانين ضد كل من يتلاعب، ووضع قوانين صارمه. اي من الانظمه الاتيه استخدمت في النظام التجاري الداخلي في مصر القديمه؟ تجاري وداخلي، يبقى على طول المقايضه. وصل النشاط التجاري المصري الى جزيره كريت وجزر قبرص. طبعا انا مغمض عينيا، جزيره قبرص وكريت يبقى ده بحر متوسط على طول، يبقى ده في العصر الحديث. زاد النشاط التجاري المصري بصوره كبيره جدا خلال العصر المتاخر مع بلاد عصر متاخر، يبقى عصر النهضه، يبقى قاره افريقيه. اللي وراه ساهم موقع مصر الجغرافي في تنوع وسائل اتصالها بالعالم، اثبت صحه العباره، يبقى دي كده التجاره الخارجيه. والتجاره الخارجيه حصلت عندي كتيره جدا، حصلت عندي مع بلاد بونت، حصلت عندي مع الرحله اللي عملها نخاو، حصلت عندي في ايضا جزر البحر المتوسط كريت وقبرص، وايضا حصلت عندي في بلاد النوبه. استنتج الاسباب التي دفعت الدوله المصريه القديمه لوضع قوانين المعاهدات التجاريه طبعا لمنع الغش، ضبط الاسواق، وضع قوانين صارمه لكل من يتعامل بالغش. طبيعي جدا، ما لازم تعمل ده عشان كده. تمام. اللي وراه اختر الاجابه الصحيحه من بين البدائل المشرف على شؤون مصر الوسطى. مصر الوسطى دي يعني بيتكلم على وجه بحري، خلاص وجه بحري، انا مغمض عينيا. يبقى المشرف على في عصر الدوله الحديثه اتخذ من القلعه البيضاء. عارفين ليه القلعه البيضاء؟ عشان هي منف. وجه الشبه بين مهام الملك ومهام الوزير في مصر القديمه كان ايه؟ عقد المعاهدات دي بتاعه الملك بس. ملك يبقى سن القوانين، عشان الملك او الفرعون اداله بعض المهام ان هو يسن مين القوانين. تمت الوحده الاولى لمصر عام 4242 على يد احد حكام الشمال، لان الجنوب كان اقليم. تنوعت مطالب الثوره الاجتماعيه اواخر الاسره السته، وكان اهم اهدافها عند بيبي الثاني يبقى هدفها طبعا هتبقى عداله اجتماعيه. تغير الحال بالنسبه لمعايير اختيار الوزير في مصر القديمه من اهل الثقه لاهل الكفاءه، طبعا ده بيدل على مبدا تكافؤ الفرص. طبيعي.
تعددت عوامل تحقيق الوحدة التاريخية في مصر القديمة. تعددت عوامل تحقيق الوحدة التاريخية، عندي 3 عوامل، عندي نهر النيل، عندي انبساط الوادي، عندي الخير بتاع الأرض ومصدر خصوبتها والأرض بتاعتها. حدد أوجه الشبه والاختلاف بين مجلس ال10 الكبار وكاتبي وأسرار الملك. التشابه إن الاتنين مين اللي بيحطهم؟ الملك اللي هو الفرعون، ده تعيين واحد. أما الاختلاف إن الوظيفة بتاعتهم ومكانتهم في الدولة مش زي بعض، دول مقربين جدا منه أسرار شخصية، أما دول بيحكموا الدولة. أي من وزارات مصر القديمة يتشابه دورها مع مهام وزارة التموين. تموين يعني بيتكلم على غلال، يبقى مخازن الغلال على طول. أي من الآتي جعل الملك سلطة تشريعية في جوار السلطة الأخرى. سلطة تشريعية يعني هو ده طبعا لأ، يبقى إصدار القوانين عشان بيتكلم على السلطة التشريعية، وده كان في إيد الوزير. مركز الثورة الاجتماعي في مصر أواخر الأسرة الستة كان بدايتها من مركز الثورة كان فين؟ يبقى طبعا وأنا مغمض عينيا يبقى القلعة البيضاء منف. اللي وراه يعد رخم رعع من أشهر الوزراء في مصر أو في عهد. طبعا رخم رعع يبقى ده دولة حديثة، يبقى المجد الحربي دولة حديثة. استطاع سن بعض القوانين بتفويض بين الملك في مصر القديمة، يشير النص السابق إلى سلطة الوزير سن بعض القوانين، يبقى السلطة أو التشريعية ما ينفعش ولا ده. ماشي، قال لك سن بعض القوانين يعني وضعها. حدد العلاقة بين الدين عند القدماء المصريين وقمة الهرم السياسي، يعني بيتكلم عن الملك. يبقى أنا هقول إن الملك كان بالنسبة لهم أو فرعون كان إله على الأرض، أو كانوا بيشوفوا إن هو ابن الإله، كانت سلطته مقدسة، كان في إيديه كل السلطات، ما عندوش فصل في السلطات، وهو كان واخد تفويض بإدارة المملكة كلها. شهدت الدولة الوسطى تغييرا ملموسا في مهام السلطة المركزية في مصر. السلطة المركزية يعني إدارة الدولة. يبقى أنا هقول تحولت بالبلدي كده من سلطة مقيدة ولا سلطة مطلقة؟ يبقى سلطة مقيدة سلطة مطلقة لسلطة مقيدة. 2 ممكن أقول كمان إن تم تغيير فيها النظام بتاع حكام الأقاليم، إن أيضًا برضه الموضوع ما بقاش وراثي، خلاص الموضوع انتهى في الحتة دي كلها، هيبدأ يسود العدل شوية والمساواة. اختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل. تمكن من القضاء على نفوس حكام الأقاليم وألغى ورثة مناصبهم. طبعًا سنوسرت، وأنت مغمض عينيك يبقى دولة وسطى. يعد كبير القضاة يترأس المحكمة العليا، ده الوزير، خلاص كبير القضاة يترأس المحكمة العليا وأنت مغمض عينيك يبقى رئيس الإدارة المركزية وده الوزير. معظم الدواوين الحكومية في مصر الفرعونية غلب عليها الطابع. معظم الدواوين كان طبعا طابع اقتصادي، عارف ليه؟ لأن هو بيتكلم على أدوان صناعة، تجارة، زراعة، غلال، كله كان غالب عليه الطابع الاقتصادي. اللي وراه الأسئلة المقالي. حدد العلاقة بين الملك سنوسرت الثالث والإدارة المحلية. إدارة محلية مش مركزية. أنا ضفت فوق في السؤال المقالي اللي كان قبليه قلت لك إن ممكن نحط معاها دي تحتها عادي. الملك سنوسرت الثالث والإدارة المحلية في مصر القديمة، يبقى أنا هقول قضى على نفوذهم. اللي حصل لهم تم القضاء عليهم ولغى التوريث، وبالتالي بسط قبضة الدولة على الدولة نفسها. دل على صحة العبارة الآتية: تعددت مهام ووظائف الملك في مصر القديمة. طبعا الملك كان في ايديه كل السلطات، عنده سياسة داخلية وعنده سياسة خارجية. سياسة داخلية بيعين كبار الموظفين وحكام الأقاليم وأيضا مشروعات بيشوفها، الخارجية المعاهدات، الجيش، الخروج بالجيش، وأيضا عنده سلطات تشريعية إن هو ممكن يصدر الفرمانات ويصدر أيضا المراسم. جاء في خطاب تنصيب الوزير من قبل الملك عامل من تعرف وعامل من لا تعرف، والمقرب من الملك كالبعيد من الملك. طبعا ده يبقى العدل وانا مغمض عيني. تعددت عوامل قيام الوحدة التاريخية في مصر القديمة يخرج عن هذه العوامل. يعني حاجة مش معانا، نهر النيل كان معانا، طبعا دي هتبقى الإجابة الصح. القوى العسكرية ده معانا وده برضو معانا، فالتلاتة دول كانوا معانا أصلا. تولى الوزير لرئاسة أو تولي الوزير لرئاسة المحكمة العليا، تدل على مشاركته في السلطة. محكمة عليا يبقى سلطة قضائية. كان الملك في مصر القديمة يجمع في يديه كل السلطات الدينية والدنيوية. يبقى أنا هتكلم على كل حاجة اللي هي السياسة أو السياسة الداخلية والخارجية والسلطة التشريعية. قارن بين أهم مهام الملك أهو، هو حتى بيقول أهو. حدد العلاقة بين طبيعة الحياة الاقتصادية في مصر القديمة ونظام الحكم فيها. السؤال ده حلو جدا على فكرة. طبيعة الحياة الاقتصادية ده أنا هقول إن كان المتحكم الأول في كل حاجة هو الملك، ده أولا. وفي نفس الوقت هقول ان دوت ادى ان لقوه وبسط النفوذ حكام الاقاليم. وخد لي بالك، ما هو ده كان سبب في قيام اول ثوره اجتماعيه، عشان بسبب النظام السياسي بسبب اسباب سياسيه واجتماعيه واقتصاديه. فاقدر اقول الاثنين مع بعض ان كانت كل السلطات في ايديه، هو كان متحكم في كل حاجه. ممكن اشرح فيها السياسه الداخليه عادي جدا بالنسبه لي، وفي نفس الوقت هشرح حكام الاقاليم ان هم استبدوا وان هم سرقوا وعملوا اكتر من كده بكتير. نظر قدماء المصريين الى الملك بعد الثوره الاجتماعيه باعتباره حاكم. يبقى هنا هيتغير دوله من سلطه مطلقه لسلطه مقيده، يبقى دوت مهام الحكم هتتغير. اهم العوامل التي تعتقدها المصريين انها تحقق الامن القومي لبلادهم. تحقق الامن القومي لبلادهم، يبقى امن قومي طبعا. يبقى انا هقول بالنسبه لي وحده سياسيه، طبعا دي الاقوى. خلي بالك دي جت هيجي وراها ده، هيجي وراها ده، هيجي وراها ده.
عادي مش هتفرق. ما هو انا اصلا ما عنديش وحده، يبقى ازاي هعرف ان انا ازرع واصنع وفي اقتصاد وفي تجاره واوصل اللي انا عايزه؟ استحاله. السؤال الرابع، تخلى المصريين القدماء عن فكره الملكيه المقدسه في اواخر الاسره هتبقى السادسه بيبي. حدد العلاقه بين الدين وحياه المصريين السياسيه بان احنا هنتكلم على السلطه الاولى، الطبقه العليا اللي هو الملك او الفرعون كان اله على الارض. السؤال الاخير عندي دل على صحه العباره الاتيه تعددت دواوين الحكومه في مصر القديمه. عندي طبعا تعددت الدواوين وكان كل ديوان ليه رئيس. عندي ديوان مخازن العامه للدوله للغلال، عندي في الصناعه، عندي في الزراعه، عندي في التجاره، وايضا كان عندي حاجه اسمها اداره للسجلات والمحفوظات. كده احنا خلصنا طبعا تقييمات الاسبوع التاسع. دلوقتي بقى معانا التقييم العاشر وهيتكلم على درس الحياه السياسيه والاداريه اللي هو درس مين التالت. تعال بقى معايا انت وهي وسموا الله بالراحه كده. ظهرت بواكير، قال لك بواكير يعني بدايه. ظهرت بواكير اول جيش نظامي في مصر القديمه في عهد عصر عتيق ولا دوله قديمه ولا دوله وسطى ولا دوله حديثه؟ طبعا عصر عتيق يعني اسره اولى وثانيه. دوله قديمه يعني لحد السته مثلا، نقول يبقى الاجابه الصح هي الدوله القديمه. فاكرين بقى مين اللي ظهرت بيبي الاول؟ اما بيبي الثاني، بيبي الثاني طبعا ظهرت مع مين؟ ظهرت مع حاجه ثانيه اللي هي اول ثوره اجتماعيه. الاجابه الصح هي الدوله القديمه. اطلق اسم تاستيو على سكان النوبه لتميزهم في المجالات. طبعا مجالات مين؟ هتبقى عسكريه. عارفين ليه؟ تاستيو عشان خاطر هم حمله الاقواس. ظهرت الاساطير البحريه في مصر القديمه لاول مره في عصر. ظهرت الاساطير البحريه القديمه في اول مره عصر. تعال بقى معايا. وحده تاريخيه، لا طبعا ده بناة الاهرامات دي دوله قديمه. بالاجابه الصح هي بناة الاهرامات. ورخاء اقتصادي ده عصر عصور وسطى. والمجد الحربي دي عصور حديثه. يبقى الاجابه الصح هي بناء الاهرامات او بناة الاهرامات. اللي وراه السؤال اللي وراه رقم 4. قوه الجيش المصري ليست في عسكريته فقط ولكن في سلوكه ايضا. طبق الجيش المصري تلك المقوله في التعامل مع هكسوس؟ لا طبعا. عسكريين؟ لا. معتدين؟ لا. مدنيين طبعا. وده اللي كان فين؟ كان في قبائل فلسطين لما حصلت الحرب اللي كانت ما بيننا وما بينهم، وطبعا تمت معاملتهم معامله كويسه جدا جدا جدا. وده كان بيدل على مدى حسن سلوك الجيش المصري. تنوع اجهزه الشرطه في مصر القديمه يدل على تعرض البلد للاخطار الخارجيه. الاخطار الخارجيه يعني اصلا جيش، مش الشرطه اللي مسؤوله. دورها في مساندتها للجيش ولا تعدد المهام المكلفه بيها ولا تعدد ثورات المصريين؟ الاجابه الصح هي تعدد المهام المكلفه بيها، لان كان عندك شرطات كتيره جدا. الشرطه النهريه، شرطه الاقاليم، وكان عندك شرطه الملك. فكان عندي انواع كتيره جدا من الشرطات. فتنوع اجهزه الشرطه في مصر القديمه بيدل على مين؟ على تعدد المهام المكلفه بها. الجيش المصري لم يلجأ للحرب الا دفاعا عن نفسه او حفاظا عن امنه. كيف اثبتت معركه مجدو صدق العباره السابقه؟ طبعا معركه مجدو هنا انا بتكلم على مين؟ على تحتمس الثالث. واللي حصل ان كل امراء شمال شرق اسيا بقياده امير القادش اتحالفوا سياسيا وعسكريا عليه للقضاء على نفوذه هناك. فده طبعا بيمثل تهديد الامن القومي المصري. فبالتالي ان تحتمس حاربهم وقدر ان هو ينتصر عليهم. السؤال اللي بعديه الثاني بيقول لك حدد اوجه الشبه بين الملك تحتمس الثالث ورمسيس الثاني. رمسيس الثاني مش الثالث. اقدر اقول ان الاثنين كانت حروبهم حروب دفاعيه. ان الاثنين امنوا الامن القومي المصري. ان الاثنين تم النجاح في الحروب وتامين الحدود الشماليه الشرقيه. اللي وراه. طيب السؤال اللي وراه هنتكلم عليه في الواجب المنزلي. اول حاجه، شكلت التحالفات العسكريه خطرا على الامن القومي المصري خلال عصر الدوله القديمه ولا الانتقال الاول ولا الدوله الوسطى ولا الدوله الحديثه؟ طبعا امن قومي مصري. يبقى احنا بنتكلم على مين؟ على دوله حديثه. احنا بنتكلم على تحتمس مجد ورمسيس الثاني. عرفت مصر القديمه مفهوم السياده البحريه في عهد الملك. سياده بحريه في عهد الملك يبقى رمسيس الثالث عن طريق معركه مين؟ الدلتا. الهجوم خير وسيله للدفاع. طبق احد ملوك مصر القديمه هذا المبدا خلال عصر الدوله. الهجوم خير وسيله للدفاع. وطبعا دوت لما حصل عن طريق ملوك الدوله الحديثه. واقول كان عندي حاجتين، كان عندي تحتمس الثالث. وطبعا كان الاهم بالنسبه لي هو معركه الدلتا اللي هو مين بقى يا باشا؟ كان رمسيس الثالث اللي هو فاجئ الاسطول اللي كان متجمع من جزر البحر المتوسط. يرجع اهتمام المصريين القدماء ببلاد النوبه لاسباب. طبعا بلاد النوبه كان ليها سببين. انا ممكن اقول هدف عسكري، تامين الحدود الجنوبيه بالنسبه لي سواء من غارات البدو او من غارات اي عدو. وطبعا جانب اقتصادي التبادل التجاري. بالاجابه الصح هي اقتصاديه وعسكريه. ما يأخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. مقولة طبقها الملك طبعا أحمس. ده لما حصل في حرب الهكسوس إن هم خدوا مصر وهو قدر ياخد مصر منهم.
شهدت الدولة الوسطى تغيير ملموس في مهام السلطة المركزية في مصر القديمة. حدد مدى صدق هذه العبارة. هقول له طبعا العبارة دي ايه؟ صادقة. هقول له عن طريق واحد اسمه سنوسرت الثالث، دولة وسطى. ده عمل حاجة، عمل ايه يا مستر؟ استخدم سلطته القضائية في ان هو يلغي نظام التوريث، مفيش نظام توريث تاني، وان هنا حجم او اضعف نظام التوريث. خلاص بقى الموضوع متولي من الدولة. ليه؟ عشان يضمن عدم فرض قدرتهم او سيطرتهم على الدولة، ويعود او يسود العدل والمساواة والحكم القوي. حدد اوجه الاختلاف بين عهد كل من احمس والملك بيبي الثاني. ممكن اقول احمس عصر الاستقرار، عصر انتصار، عصر قوه، عصر نهضه الدوله. ممكن اقول الملك بيبي الثاني عصر ضعف، عصر اضمحلال، عصر ظهور الثورات، عصر الظلم، عصر عدم المساواه. فطبيعي دي الاجابه الصح بين الاثنين، لان بيقول لك حدد الاختلاف في عهد كل من. ده انتصر انما ده كان اهبل. ظهر وجه الشبه بين الملك تحتمس الثالث والملك رمسيس الثاني من خلال توطيد النفوذ المصري في شمال شرق، ولا زياده السياسات التجاريه مع بلاد بوند؟ لا طبعا ما كانش في الكلام ده. توسيع الامبراطوريه المصريه غربا؟ لا طبعا ما كانش غربا، كان شرقا. وقيام ثوره دينيه؟ طبعا يبقى الاجابه الصح توطيد النفوذ المصري في اسيا اللي هو شمال شرق. اتجه المصريين القدماء لاستيراد الاخشاب لبناء سفن الاسطول، وطبعا ده كان في دوله قديم سنفرو. تعالى بقى معايا، احنا استوردنا الخشب منين؟ خشب الارض بالذات، يبقى طبعا من سواحل الشام اللي هي فينيقيا، 40 سفينه لو انتم فاكرين. تعرضت مصر القديمه تهديدات بحريه في عصر، تهديد بحري في عصر الدوله الحديثه، واقدر اقول هنا رمسيس مين؟ الثالث. حدد العلاقه بين الملك سنوسرت الثالث والاداره المحليه في مصر القديمه. طبعا الملك سنوسرت الثالث قضى على نفوذ حكام الاقاليم، لغى نظام التوريث. ليه؟ عشان يضمن بسط قوه الدوله على الوضع. لكن احنا قلنا العلاقه كانت علاقه عكسيه، ان لو هو دول اقوياء في الغالب بيبقى الحكام او الملك والسلطه الثانيه اللي هو الوزير والمناصب والوزراء بيبقى السلطه بتاعتهم ضعيفه. والعكس، لو الملك او فرعون قوي والوزير قوي بيبقى السلطه المحليه او الدوله المحليه مالها تبقى ضعيفه. دليل على صحه العباره الاتيه تاريخيا لمعركه مجدو 1479، نتائج عسكريه وسياسيه. طبعا هقول له العباره صحيحه، واقول له كان ليها نتائج عسكريه: تاكيد وتامين الوجود المصري في شمال شرق اسيا. هقدر اقول تحقيق انتصارات، تأمين الأمن القومي المصري، وتأمين الحدود المصرية. اللي وراه تشابه التقسيم الإداري لشمال السودان قديما مع تقسيم المصري في عهد على طول سنوسرت الأول. سنوسرت الأول يبقى دولة وسطى. أي سنوسرت يبقى دولة مين؟ وسطى. سنوسرت الأول. اللي وراه يمكننا إطلاق لقب بطل الحرب والسلم في مصر القديمة على الملك طبعا رمسيس الثاني، لأنه قاد حرب ثم قاد معاهدة سلام، ودي تعتبر أول معاهدة سلام في التاريخ. أي من الآتي مثل السلطة الثانية في مصر القديمة؟ مثل السلطة الثانية. تعالى بقى معايا. رئيس الإدارة المركزية بالبلاد، هو بيقول سلطة، المسؤول عن حفظ النظام والأمن، المسؤول عن الدفاع عن البلاد، ولا هيئة الفصل في القضايا؟ طبعا ده قضاء لأن دي السلطة الثانية، يبقى هيئة الفصل في القضايا وفق القانون. أجب عن الأسئلة الآتية. حدد النتائج المترتبة على سعي شعوب البحر المتوسط تهديد مصر برا وبحرا في عصر الدولة الحديثة. هو أدى إلى معركة اسمها معركة الدلتا، وحصل فيها انتصار من الجيش بقيادة رمسيس الثالث، وسحق كل القوات شعوب البحر المتوسط. وضح أوجه الشبه بين معركة التحرير ومعركة مجدو. الاثنين حصل فيهم انتصار للجيش المصري، الاثنين اقدر اقول فيهم تأمين الحدود المصرية واظهار قوة الجيش المصري. اللي وراه المجموعة اللي وراها. من النص المقابل يتضح لنا ظهور العناصر التي تحملت حفظ النظام وقرار الامن ككيان مستقل عن الجيش في مصر القديمه. نستطيع القول ان هذه العناصر ظهرت فيه. طبعا هو بيتكلم على شرطه، بيقول لك من كلمات الحكيم اني اتخذ من شرطي شريعه صديقا لك. طبعا دي يبقى دوله حديثه وانا مغمض عينيا على طول، ومكتوبه عندك في الكتاب نصا. صلى على النبي انت ويا زغلول. تميزت عصور الدوله الحديثه عن غيره من عصور مصر القديمه بيه. دوله حديثه يبقى طبعا قدرات قتاليه، عشان معروف ان ده عصر التقدم الحربي، كان في حته ثانيه خالص. القوة الحقيقية هي أن تنهض إذا سقطت. عبارة طبقها الملك أحمس عندما، طبعا الملك أحمس حصل إمتى؟ في معركة التحرير اللي قادها ضد الهكسوس، يبقى الغزاة. أي صحة العبارة ظهرت عديد من المحاكم في مصر. طبعا أنا عندي محكمة هتبقى في الشمال، وعندي محكمة هتبقى في الجنوب، وعندي في كل إقليم هيبقى ليه محكمة، وده بيدل على تعدد مين المحاكم. بما تفسر اهتمام حكام مصر القديمه منطقه النوبه. منطقه النوبه اصلا كان ليها طبعا اهميه استراتيجيه عسكريه، تامين الحدود الجنوبيه ضد الغارات سواء من البدو او من اي حد، وفي نفس الوقت كان ليها اهميه تجاريه، مركز النقل او التبادل التجاري. هقدر اقول عليها كانت التجاره اللي كانت بتحصل ما بيننا وما بين شمال السودان. طيب النموذج اللي وراه طول ال11 بقى بيقول لك ايه؟ هنتكلم عن النموذج ال11 على عمل حصه، هنتكلم على طبقات المجتمع والقوانين. استطاع حر محب مواجهه الفساد الموجود في المجتمع المصري القديم عن طريق استخدام سلطته التشريعيه
التشريعيه في وضع القوانين. اللي وراه تميزت مصر القديمه بتحقيق الروابط الاسريه، اي مجال تتجلى فيها الروابط بين الابناء والاباء في مصر. انا مغمض عينيا في المجالات طبعا مين، وانا مغمض عينيا على طول يبقى في المجالات الاقتصاديه. ليه؟ لان كان الابناء بيساعدوا الاباء، كانوا بيعينوهم، ممكن ينزل معاه يعمل معاه اي حاجه في الارض، يروح معاه في اي حته، يبقى طبعا في المجالات الاقتصاديه. الدور السياسي الابرز المراه في عصر في عصر مصر القديمه او في مصر القديمه، الدور الابرز وانا مغمض عينيا يبقى على طول وانا مغمض عينيا مجدي حربي. ليه؟ هقول لك لان اصلا المراه هنا مالها، المراه هنا هتبقى تتولى حتشبسوت. انت بتتكلم في ايه؟ نظام سياسي بتحكم الدوله، عايز حاجه اكتر من كده؟ اللي وراه لعبه الام الدور الاكبر في مصر القديمه في تربيه الفتيات، وظهر ذلك عند لعبه الام طبعا الاسره الفقيره، لان الام كانت هي اكتر واحده بتهتم بمين؟ بالبنت. اللي وراه السؤال اللي وراه رقم 5 بيقول لك اكثر الطبقات التي استفادت من قوانين حر محب. طبعا هي طبقه مين؟ الطبقه الدنيا، اقل طبقه خالص يبقى عامه مين؟ الشعب، اللي هم الزراع والناس الغلبانه خالص دي. وضع حر محب قوانين لتحقيق العداله الاجتماعيه في دول العباره السابقه، استخلص الاسباب التي دفعت حر محب الى ذلك. طبعا تفشي الظلم، وقوع الظلم على العبيد بالذات بشغل عدد ساعات كبيره جدا، انتشار الفساد والرشوه، فهو هنا اراد القضاء على مين؟ على الفساد الاداري. دل على صحه العباره السابقه تاريخيا. تنوعت ادوار المراه الاقتصاديه، طبعا المراه تنوعت، كانت بتبيع وتشتري في الاسواق، وايضا اشتغلت في المنسوجات والاغذيه، وايضا كان لها حق التملك والبيع، وايضا حق مين؟ ان هي تدي لحد حاجه معينه هي عايزاها، يعني تديله البيت بتاعها من غير حاجه. اللي وراه تم رفع الظلم الذي كان واقعا على الفلاح المصري القديم بدايه من عصر ملوك الدوله، طبعا حديثا انا مغمض عينيا على طول حر محب. تتشابه بعض تقاليد الزواج في مصر حاليا مع تقاليد الزواج في مصر القديمه، دليل على ان الحضاره المصريه القديمه تتصف بايه؟ هو هنا بيتكلم على ان اللي كان موجود قبل زمان موجود دلوقتي، يبقى هنا في حاجه اسمها مين؟ استمراريه، اللي هي تكاليف الجواز بتبقى بالنص، بنحتفل، بيبقى في عندنا مثلا ناس بتروح لنا وبتجي لنا زي النقطه، والكلام ده كله بصفه عامه. واجه المجتمع المصري القديم الفساد وانتشار الرشوه من اصحاب السلطه والنفوذ من خلال، تعالى بقى هيواجهوها ازاي؟ طبعا الاجابه الصح هتبقى سن القوانين وليست كافيه، فلا بد من وجود نصائح الحكام كمان معاها. اللي وراه حققت قوانين حر محب احد المبادئ الدستوريه الهامه، وهي تحقيق العداله الاجتماعيه ولا الحريات؟ طبعا تحقيق العداله مين؟ الاجتماعيه، عشان انا هنا عملت ايه؟ قضيت على الظلم اللي كان ضد الفلاح. ظهر رفض المصريين القدماء للظلم في عبادتهم للاله، طبعا مين؟ معت على طول وانا مغمض عينيا، لان الاله دوت ظهر بسبب تفشي الفساد بتاع كبار موظفين الدوله. السؤال اللي وراه مقاله بيقول لك ماذا كان يحدث اذا لم تتحقق قوانين حر محب الاهداف التي وضعت من اجلها؟ طبعا انتشار فوضى، انتشار الظلم، انتشار الفساد الاداري بكثره. حدد وجه او اوجه الاختلاف بين ابناء الاسره الغنيه وابناء الطبقه العليا ماشي في مصر القديمه، بيتكلم على الاثنين دول من طريقه التربيه والتعليم. هقول لك ان ابناء الاسره الغنيه كانوا بيجيبوا مرضعات لابنائهم وكانوا بيتعلموا في مدارس الدوله، وابناء الطبقه العليا كانوا برضه بيرسلوا الذكور الى مدارس الدوله، وكان ممكن يتعلم الاناث في البيت، وكان ممكن كمان ان بنات الاسره الغنيه تروح تتعلم مع بنات فرعون في القصر الفرعوني. اللي وراه ترتبط القوانين التي اصدرها الملك حر محب بمين؟ انتشار طبعا الفساد والرشوه، ولا تحقيق النهضه الاقتصاديه، ولا اعاده ترتيب طبقات المجتمع، ولا تشجيع زياده البحث العلمي؟ التي اصدرها طبعا يبقى ايه؟ ترتبط القوانين دي بايه؟ طبعا يبقى انا عندي انتشار الفساد والرشوه. اللي وراه تاني سؤال عندنا بيتكلم اهم الاثار الناتجه عن التقسيم الطبقي في مصر القديمه. ما هي اهم الاثار الناتجه عن التقسيم الطبقي؟ تعالى بقى معايا. تحقيق العداله الاجتماعيه، ده بيقول تقسيم طبقي ازاي؟ ارتفاع مستوى المعيشه، ما تجيش. اختلاف نظم التعليم ولا المشاركه في الحياه السياسيه؟ طبعا اختلاف نظم التعليم. عندي اسره فقيره الام اللي بتعلم اكتر، اسره غنيه في مرضعه وفي مدارس، الفرعون طبعا في القصر عنده. ظهر اكبر تقدير نالته المراه في مصر القديمه، اكبر تقدير ليها يبقى لما كانت مين؟ معبوده كاهنه طبيعي. تمام. اللي وراه تصويرها كأحد مين؟ آسف المعبودات وليست كاهنة يعني في معبد، دي تبقى الأكتر يعني. تمام. اللي وراه اللي بيقول لك أكبر تقدير نالته المرأة. ولو رجعت للحصة بتاعة المراجعة، ولو رجعت لنتج التعلم هتلاقيه كاتب لك الحتة دي بالظبط، لأن دي كانت أكتر وأبرز دور هناك. اللي وراه دل على صحة العبارة تاريخيا. لعب المجتمع المدني دورا في مصر القديمة، طبعا ساعد على حل مشاكل المجتمع عن طريق اللي هي حل مشاكل الأفراد سواء اقتصادية أو اجتماعية، وهنا كان بيلعب دور شبه الجمعيات الأهلية أو الغير حكومية. حدد الأثر الناتج عن صدور قوانين حر محب بالنسبة للمجتمع المصري. طبعا الأثر الناتج عنها يبقى هنا هيحصل عندي إن العدل هيظهر، هيقل انتشار الفساد، هيتم ضبط كل من هو مقصر، هيرفع الظلم عن الفلاح، هيرفع الظلم عن العبيد. اللي وراه السؤال اللي وراه
تعددت اهداف اصدار القوانين، ولكن كان الهدف الاساسي من اصدارها في مصر القديمه طبعا كان الهدف الاساسي هو ايه؟ كسب ود الشعب، ملهاش علاقه. ارضاء الاله استحاله، يبقى تحقيق العداله الاجتماعيه اللي وراه. السؤال رقم 2، ارتفعت مكانه المراه في مصر القديمه فتجد لها تشابهات في الادوار والشخصيات النسائيه الاتيه في تاريخ مصر القديمه، ولكن هناك واحده منهم لعبت دور مختلف، يعني كانت موجوده او مش موجوده زيهم. حتشبسوت ماشي تولت حكم، اياح حطب وتيتي شيري الاثنين كانوا برضو شبه، كانوا بيحمسوا الابن يبقى دعم نفسي وعسكري وسياسي، يبقى ما ينفعوش معايا. طبعا ميرت اتون كانت كاتبه، دي الوحيده اللي كانت مختلفه. في ضوء ما درست عن عادات الزواج عند المصريين القدماء نستنتج ان اقتسام عائلتي العروسين تكاليف الزواج يعبر عن طبعا المسؤوليه، وانا مغمض عينيا. حدد مدى مصداقيه العباره اثر التقسيم الطبقي في مصر القديمه عن طريقه تعليم الابناء. طبعا هنتكلم على مين؟ على الاسره، وانا عندي كام اسره؟ 3 في تربيه الابناء، فقيره، غنيه، ثم طبقه مين؟ فرعون. وقلنا ان اكتر واحده فيهم اتظلمت او اكتر واحده فيهم كانت مهتميه وكانت بتربي هي الام في البيت، هي الاسره الفقيره. نالت المرأة في مصر القديمة قدرا كبيرا من التعليم، ما مدى مصداقية العبارة السابقة؟ طبعا هتكلم على ان فعلا المرأة نالت قدر كبير جدا من التعليم، وده ظهر ذلك عن طريق ميرت اتون اللي هي بنت اخناتون اللي وراه. المجموعة الثالثة واللي وراها على طول لعبت دورا بارزا في تحقيق استقلال مصر في نهاية عصر الانتقال الثاني. انتقال تاني يعني دخول في دولة حديثة، يبقى حطب ام مين؟ احمس. صدرت القوانين لتحديد الحقوق والواجبات في المجتمع المصري عندما، ماشي بيقول لك عندما، ايه اللي حصل؟ يبقى شيء سلبي، يبقى طبعا انتشار الفساد والرشوه اللي هي حرب وحب. الدور الذي لعبته تيتي شيري واياح حطب يؤكد اسهام المراه في الجانب، تعالى بقى معايا بالراحه كده، طبعا وانا مغمض عينيا يبقى جانب عسكري وسياسي على طول. حدد العلاقه بين المراه المصريه والنشاط الاقتصادي في مصر، قلنا بتبيع، بتشتري في الاسواق، عندها حق التملك، منسوجات اغذيه، وممكن كمان ان هي توهب اللي هي عايزاه لاي حد. تشابهات تقاليد الزواج في مصر حاليا مع تقاليد الزواج في مصر القديمه؟ طبعا قلنا هنا بيتم اقتسام الحاجه بالنص زي ما احنا ما قلنا، تحمل المسؤوليه في احتفالات، في ان احنا ممكن نروح لهم، فكل دوت بيتكلم على حاجه زي ديت اللي وراه. النموذج ال 12 وقبل الاخير معايا، تشابهات الكثير من الالات الموسيقيه في مصر القديمه مع الالات الموسيقيه في، على طول انا مغمض عينيا، افريقيا اللي وراه. لعبه السيجا والتي ما زالت تمارس حتى الان في الريف المصري، دلاله على ان الحضاره المصريه القديمه تتميز به، هي بتتلعب لحد دلوقتي، يبقى دي مين؟ استمراريه. قال حكيم مصر القديم: من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظه ممتعه، ومن يقضي يومه كله في اللهو واللعب فانه لا يجد قوت يومه. هنا لازم في اعتدال، حاجه وسطيه زي الدين كده الاسلامي. الدين الاسلامي دين ماله؟ وسطي، ماسك العصايه منين؟ من النص. طبعا يبقى الاجابه الصح هو التواضع. لا طبعا يبقى مين؟ التوازن ما بين ده وما بين ده، لا الحياه كلها لعب على طول ولا الحياه كلها جد على طول. ارتبطت صناعه الملابس الحريريه في مصر القديمه بالعلاقات التجاريه مع صناعه حرير، وهنا بيتكلم على حرير ناعم، فبيتكلم على اغنياء، يبقى على طول مغمض عينيا سواحل الشام، يبقى مين؟ فينيقيا. تمام. السؤال الخامس بيقول لك: اختلفت ملابس المصريين القدماء خلال العصر الفرعوني الاسباب. المصريين القدماء يعني بيتكلم على فقراء وعلى اغنياء، والاثنين كانوا بيلبسوا حرير، بس واحد كان بيلبس حرير ناعم والثاني بيلبس حرير خشن. يبقى الاجابه الصح طبعا الفروق طبقيه، وطبعا غنى وفلوس، يبقى اسباب اجتماعيه واقتصاديه. حدد اوجه الاختلاف بين خروج المصري القديم للصيد وخروج الملوك والامراء للصيد. خروج المصري القديم للصيد كان كان بهدف الترفيه، طبعا كان بياخد اسرته معاه وكان بيرجع بزهره اللوتس عشان تجمله البيت. اما خروج الملوكاء كان بهدف، او خروج الملوك والامراء كان بهدف الترفيه، وكانوا بيخرجوا مع الخدم، وهنا كان بيدل على الترابط بين الاسره. تنوعت المناسبات التي كانت تنشد فيها الاغاني في مصر القديمه، دل على صحه العباره تاريخيا. طبعا كان عندي في رعي الحيوانات، عندي في الزراعه، عندي في المعابد، وعندي في الترانيم اللي وراه. السؤال اللي وراه: تشابهات مواد صناعه ملابس الفقراء مع الاغنياء في مصر القديمه في الاعتماد على الاثنين كانوا بيستخدموا الكتان، بس واحد كتان ناعم وواحد كتان خشن. استخدام الحرير في صناعه ملابس الملوك والاغنياء في مصر القديمه كان دليل على مين بقى؟ تعالى معايا، انا كنت بتكلم على مين؟ ملوك واغنياء، يبقى ده جاي من بره، يبقى فينيقيا، يبقى تواصل حضاري. غناء المصري القديم اثناء العمل يدل على غلبة الطرف واللهو على حياته، طبعا استحاله. اجاده الغناء والعزف ولا الجمع بين الترفيه والعمل؟ طبعا الجمع بين الترفيه والعمل، يبقى جزء كده وجزء كده. أي من الفئات الآتية كان لها الفضل في إظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة عبر التاريخ؟ حكام الأقاليم ولا عمال الزراعة؟ طبعا الفنانون المبدعون، دول كانوا في الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الموظفين. ممارسة طبقة عامة الشعب المصري مهنة الصيد قديما تدل على محاولة التقرب من الملك؟ استحالة. اختراع أدوات؟ استحالة. يبقى مين؟ مدى الترابط الأسري اللي وراه. السؤال اللي وراه مقالي بيقول لك: فسر اسباب بناء المصري القديم مسكنه في مناطق مرتفعه. طبعا هنا لكي يتقي الفيضان، ودي كانت بالظبط شبه
الصوامع اللي كان بيعملها عشان خاطر يتجنب اخطار طبيعيه زي ما احنا قلنا مين اللي هو الفيضان فيدل على المحاصيل، اما هنا كان بيتجنب الفيضان عشان يبقى بعيد عنه. معظم الالعاب الرياضيه التي مارسها على مصر القديم تختص بالرجال طبعا عشان دي العاب قوه والعاب جماعيه زي حمل الاثقال، زي التحطيب، زي التجديف. كل ده كان بيتكلم على مين؟ العاب قوه، يعني عايز حد يكون كده قوي كده وبطل بمعنى اصح. ما ينفعش ان الست اصلا المفروض ان هي تبقى رقيقه. تعد احد امثله الاعياد القوميه في مصر القديمه. عيد قومي وانا مغمض عينيا هيبقى مين؟ عيد الفيضان، زي عيد البذر وعيد الحصاد وانا مغمض عينيا. احد الرياضات التي تسمح بالطابع الاسري في ممارسه مصر القديم لها، اسري يبقى صيد. اثرت ملابس الاغنياء في مصر القديمه على زياده تجاره مصر مع بلاد طبعا فينيقيا، عشان احنا كنا بنجيب الكتان منين؟ من هناك اللي وراه. عمل الانسان المصري القديم على تحقيق مبدا التوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي. طبعا هو المصري القديم فعلا عمل بين الجانب الروحي والجانب المادي، فكان بيعمل وكان يلعب، بدليل كان فيه هنا وقت للجد ووقت للعب، بدليل ان كان عندي اقوى واقدم واكتر حضارات متقدمه، وفي نفس الوقت كنت عندي في العاب وفي عندي ترفيه، فطبيعي انا وزنت ما بين الاثنين. العقل السليم في الجسم السليم مقوله مشهوره وضح كيف طبقها القدماء المصريين طبعا في الرياضه، ممارسه الرياضه. اني على فكره العقل السليم في الجسم السليم، جسم سليم هيبقى عقلي سليم، جسم رياضي يبقى عقلي رياضي، جسمي مش رياضي استحاله يكون عقلي رياضي. اي من الاعياد الاتيه ارتبطت بالحياه السياسيه عند المصريين؟ ده ديني ماشي، ده قومي، طبعا هيبقى جيش، يبقى تتويج مين؟ الفرعون، يبقى مين؟ ارتبط بالحياه السياسيه اللي هو اكثر العوامل التي كان لها تاثير في بناء مساكن المصريين القدماء. كانت اكثر العوامل التي كان لها تاثير في بناء المصريين القدماء طبعا عسكري استحاله، دين استحاله، سياسي استحاله، اقتصادي عشان يبقى في فروق طبقيه اللي وراه. تتشابه الالات الموسيقيه المصريه والافريقيه دليل على احد مظاهر، انا بتكلم على مصر وبتكلم على افريقيا يا جدعاني، وده تواصل مين؟ حضاري وانا مغمض عينيا على طول. السؤال اللي وراه، ارتبطت الاعياد القوميه في مصر القديمه بالنواحي الاقتصاديه؟ دلل على العباره تاريخيا. طبعا اعياد قوميه ارتبطت هنا، يبقى طبعا عندي 3 اعياد، عندي عيد الفيضان وعندي عيد البذر وعندي عيد الحصاد. حدد مدى صحه العباره التاليه: اهتم كل من الرجال والنساء بالزينه في مصر القديمه؟ طبعا اهتموا بالزينه والحلي ولبس ادوات الزينه كمان. اللي وراه، تشابهت ملابس الطبقه الشعبيه في مصر القديمه مع ملابس الاغنياء في دهب؟ استحاله يعني. الاعتماد على صناعات محليه؟ طبعا استحاله. الاعتماد على خامات مستورده ولا بساطه التصميم؟ الاثنين كانوا متشابهين في بساطه مين؟ التصميم اللي وراه. اي من الاعياد التاليه يعبر عن قوه وهيبه الدوله المصريه؟ يعني هنا بيتكلم على عيد جيش، يبقى مين؟ مواكب النصر. تنوعت الاغاني في مصر القديمه واستنتج معظم الاغاني كانت تتعلق بالمجالات. طبعا كانوا احنا زي ما احنا ما قلنا يبقى في دين، ده اولا تمام، واقتصاد يبقى زراعه، رعي، حيوانات، والكلام ده كله بصفه عامه. معظم الاعياد في مصر القديمه ارتبطت بالعقائد الدينيه. طبعا عندي امون وعندي ايزيس، فكان ديني. حدد الاثر الناتج عن ظهور العديد من الاعياد مع العقائد الدينيه. السؤال اللي وراه بيقول لك حدد الاثر الناتج عن ظهور العديد من الاعياد مع العقائد الدينيه. طبعا يبقى ده هنا مربوط بحاجه اسمها العروض الفنيه، تراتيل، انشاد، موسيقى، فكل ده بصفه عامه بيتكلم على ده. اخر حاجه عندنا خالص بقى الا وهو الدرس الخامس، الحياه الدينيه، ودي اخر حاجه عندنا ان شاء الله. وصف هيرودوت الشعب المصري بانه اتقى الشعوب او اتقى الامم، يؤكد بان الحضاره المصريه القديمه تتصف بايه؟ طبعا هو هنا بيتكلم على مين؟ على اتقى الشعوب، يبقى ده التدين. تعددت خصائص الديانه المصريه القديمه يخرج عن تلك الخصائص. تعالى بقى معايا، تعدد المعبودات كانت عندي، السمو الوحدانيه عندي، الايمان بالبعث والخلود عندي، تقديس الكهنه، دي الوحيده اللي ما كانتش مين عندي، يبقى دي الاجابه الصح. الاساس الجنائزي المتواجد في مقابر المصريين القدماء يمثل ايه؟ اساس جنائزي زي ما احنا كنا بنقول اللي هو حاجاته الضروريه واساسه الكلام ده كله بصفه عامه، يبقى مين؟ ضروريات الحياه. اي من الاتي جاء نتيجه اعتقاد المصري القديم في الحساب بعد الموت؟ حساب بعد موت. اختراع التحنيط ده بتاع اصل الامام بالخلود، ولا بناء الاهرامات؟ ملهاش علاقه برضه عشان دي زيها. تعدد الالهه؟ استحاله. يبقى الاجابه الصح هي فعل الخير، عشان كده قلت لك ان من اكثر الاشياء اللي اثرت على مصر القديم هي فعل الخير. جاء في المثل والتعليم الديني في مصر القديمه: خلد ذكراك عن طريق حب الناس لك فيحمد الله الناس من اجلك ويتمنى لك الناس الصحه والعافيه، تتوقع عند الالتزام بتلك الوصايا يعيش المجتمع فيه. طبعا انا بتكلم على حاجه حلوه جدا، يبقى ترابط ووحده. حدد الاثر الناتج عن الاعتقاد المصري القديم في البعث والخلود. طبعا هو هنا شاف ان الحياه تبقى حياه مجرد حياه مؤقته، بعدها هيحصل ان الروح تروح تتحاسب ويرجع في حياه تانية خالص، عشان كده
كان ليه اثر في البيوت، ان هو حتى لم يهتموا او عملوا مقابر كانت حصينه وحطوا حاجه اسمها تحنيط كان كويس جدا اللي هو ليه علاقه بعلم الكيمياء، وايضا عملوا حاجه اسمها الكنوز او الاساس الجنائزي اللي هو الضرورات الحياه بالنسبه لمين؟ للميت اللي وراه. فسر اسباب انهيار الامبراطوريه المصريه في العصر الحديث. يعني انا هتكلم على الاسره الكامل 18، هتكلم على ان كان في ثوره دينيه اللي هي اخناتون عشان كان عايز يعمل اله اللي هو اتون، وهنا طبعا انشغل باسباب دينيه واهم الاسباب السياسيه، فحصل عندي تفكك الامبراطوريه المصريه اللي هي سوريا، وطبعا حصل عندي فوضى داخليه وحصل عندي انهيار خارجي. اللي وراه ارتبطت معارضة البعض لدعوة إخناتون الدينية بإيه؟ الحفاظ على سلطتهم ولا بطش إخناتون بهم؟ طبعا لأ، توجهاتها استحالة، تحالفات استحالة، يبقى طبعا الحفاظ على مين؟ على سلطتهم، لأن كان الكهنة عندهم سلطة سياسية وسلطة اقتصادية ثم سلطة اجتماعية. اللي وراه جاء بوصايا الحكماء في مصر القديمة: إذا شئت أن تعيش من مال الظلم أو تغتني منه نزع الله نعمته منك وجعلك فقيرا. نستدل من ذلك ان الحضاره المصريه القديمه تتسم بايه؟ طبعا يبقى ده تدين، بيقول لك لو انت خدت الحرام عمره ما يدوم. ما هو حتى كان بيقول لك قولوا لل ايه مش فاكر والله العظيم. المهم اللي وراه: اي من خصائص الديانه المصريه القديمه اثر على سلوك المصريين. اي من خصائص الديانه المصريه القديمه اثر على سلوك المصريين. اثر على سلوك المصريين يبقى الايمان بالبعث او الايمان بالحساب بعد الموت. ده كان اكتر حاجه ايجابيه عشان كنت عارف انها هتحاسب، فطبيعي لا. اللي فوق بقى افتكرتها، كان بيقول لك ايه؟ قولوا للاكل الحرام يخاف. اشد فئات الشعب المصري معارضه توجهات ابن حطب الرابع اللي هو اخناتون. كانت طبعا مين؟ كهنه امون عشان المصلحه بتاعتهم، ناس بكرش. ارتبط اعتقاد المصريين القدماء بالبعث والخلود ب، تعالى معايا، تعدد الالهه ملهاش علاقه، استقامه الاعمال طبعا دوت مش بعث وخلود، الحض على الفضيله استحاله، يبقى بناء الاهرام عشان ده كده مقابر. اللي وراه: اتخذ ابن حطب الرابع اخيتاتون عاصمه البلاد، حدد الدوافع وراء ذلك، فدي دوافع سياسيه ودوافع دينيه عشان يبعد عن العاصمه اللي هي طيبه، عشان اصلا كانت هي مركز الاله امون، وبالتالي يحاول ان هو يتجنبهم ويبدا ان هو يشتغل براحته. جاء وصف هيرودوت للشعب المصري بانهم من اتقى الشعوب، حدد الاسباب التي دفعته لقول هذا، طبعا لانه وجد ان سلوك المصريين كان كويس جدا. عندي الايمان بالبعث والخلود، ايضا عندي حاجه كمان اسمها الايمان بالحساب بعد الموت، وحصل عندي ان الشعب المصري كان شعب متدين اصلا بطبعه او عنده تغلغل الايمان. اللي وراه: ظهرت الدعوه لعباده اتون الاله الواحد الذي يجب على الجميع عبادته فيه، طبعا عصر الدوله الحديثه اسره 18. جاء نقل العاصمه المصريه اخيه اتون بسبب البعد عن نفوذ الكهنه، طبعا ده سبب سياسي على طول وانا مغمض عينيا، يبقى دي الاجابه الصح. تأثرت أوضاع مصر الداخلية والخارجية خلال حكم ابن حطب الرابع نتيجة طبعا سوء الوضع الاقتصادي، ملهاش علاقة، تحالفات خارجية ضد استحالة، ثورة شعب، طبعا ثورة دينية للبلاد إن هو أهمل حاجة على حساب حاجة. أي صحة العبارة آمن المصري القديم في البعث والخلود، طبعا هقول له العبارة صحيحة، ودوت حصل إن هو شاف إن الحياة مجرد حياة مؤقتة وإن الروح هتروح لمكان تتحاسب فيه وهترجع تاني، عشان كده كان بيهتم بتحصين أو بناء المقابر القوية عشان يحمي الجثة من السرقة وفي نفس الوقت برضه يحميها ويحافظ عليها عشان الروح ترجع تلاقيها. عندي حاجة اسمها التحنيط ثم حاجه اسمها الاساس الجنائزي. وضح الاثر الناتج عن اعتقاد المصري القديم في الحساب بعد الموت. هقول دوت ان اكثر الخصائص اثرت على الشعب المصري او اثرت على المصري القديم في سلوكه، وده اثر طبعا بالايجاب لانه كان هيتحاسب قدام 42 قاضي فوقيهم اله اوزوريس، وطبعا كان عنده حاجتين زي ما احنا ما قلنا، عنده القلب في كفه وعنده الريشه في كفه ثانيه. تركزت عباده امون في مصر القديمه في مدينه امون يبقى مين وانا مغمض عينيا؟ طيبه ولا منف؟ بالراحه ولا اخيتاتون؟ طبعا دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، يبقى فين؟ في طيبه. اللي وراه: اي من الاتي اثر سلبيا على الامبراطوريه المصريه في سوريا؟ طبعا مين؟ التعصب الديني وانا مغمض عينيا. السؤال اللي وراه بيقول لك: نتوقع خلال فتره حكم الملك اخناتون ان مصر غاب عنها. مصر غاب عنها ايه؟ تعالى معايا كده بالراحه. الانسجام بين ابناء الشعب، فعلا حصل صدام ما بين الكهنه وما بين اخناتون، طبعا هنا دي الاجابه الاقرب. بس اكمل: الايمان بالحساب بعد البعث، لا كان عندهم. الاعتقاد في البعث والخلود عندهم. التمسك بالقيم الدينيه عندهم برضه. الاجابه الصح هي الانسجام بين ابناء مين؟ المجتمع. اللي وراه: اختلطت في بلاد النوبه الافكار والمعتقدات الدينيه بين المصريين واهل شمال السودان. وضح ذلك. طبعا هقول لك ان هم حصل تواصل حضاري وان هم خدوا مننا الهه زي امون وزي مين؟ حتحور، واحنا خدنا منهم الهه زي اله مين؟ دون. جاء اختراع المصري القديم لعمليه التحنيط لتحقيق معتقداته الدينيه. ايه صحه العباره؟ هقول لك العباره صحيحه، وده حصل في حاجه اسمها البعث والخلود، وايمانا منه على ان الجثه يتحافظ عليها لحد ما الروح تتحاسب وترجع تاني تلاقي الجثه بتاعتها. اخر حاجه عندنا خالص بقى: يستثنى من خصائص الدين عن المصريين القدماء خلال عصر الانتقال الاول. يستثنى منها ايه بقى؟ تعالى. عصر الانتقال الاول يبقى السمو الى الوحدانيه، لان هو كان فين؟ كان في دوله حديثه. اي من خصائص الدين عند المصريين القدماء ارتبط ببراعتهم في التحنيط، يبقى الايمان بالبعث والخلود. اللي وراه: جاء في كتاب الموتى اني لم اصرف من المعابد خبزها ولم ارتكب الفحشاء ولم
ادنس شيئا مقدس ولم اغتصب مالا حراما ولم انتهك حرمه الاموات واني لم ابع قمحا بثمن فاحش ولم اغش الكيل. هذه المقوله جزء من دفاع المصريين القدماء عن انفسهم عند الحساب. اعتقد المصريين القدماء ان هذه المحكمه يترأسها مين وانا مغمض عينيا يبقى مين؟ اوزو ريس. اخر سؤالين عندنا خالص. حدد مصداقيه العباره فشل ابن حطب الرابع في الحفاظ على ارث مصر في سوريا. طبعا هقول الاجابه صح لانه هنا طبعا انشغل بثوره دينيه على حساب السياسه الخارجيه وبالتالي قدر ان هو يخسر للاسف امجاد اجداده وهي السياسه الخارجيه وهي تفكك مين؟ سوريا. فحصل هنا ضعف. فسر اسباب بناء المصريين القدماء المقابر الحصينه والاهرامات. طبعا هو هنا بنوها للحفاظ على الجثه والحفاظ على المقتنيات اللي مع الجثه وفي نفس الوقت لحمايتها من اللصوص والسارقين وده يعتبر هدف امني. طيب دلوقتي بقى اخر نموذج عندنا هو النموذج ال 14. يلا السؤال الاول في النموذج ال 14 بيقول لك تمكن المصري القديم من تسجيل اعماله منذ عصر. تمكن من تسجيل اعماله طبعا يبقى من عصر ما قبل الاسرات اللي هو عصر اصلا مين؟ اكتشاف الكتابه وبالتالي تدوين الاحداث. اي من الكتابات المصريه القديمه ظل استخدامها في مصر عقب انتهاء العصر الفرعوني. عقب انتهاء العصر الفرعوني اقدر اقول لها الكتابه الهيروغليفيه لا، الهيراتيقيه لا. طبعا الاجابه الصح هي الديموتيقيه لان مكتوب عندي ان هي في عصر متاخر وتم استخدامها في عصرين، عصر روماني وعصر يوناني. فدي الاجابه الصح. ما حدش يقول لي قبطيه عشان القبطيه ظهرت اصلا بعد الفرعوني في القرن الثاني. غلب استخدام الخط الشعبي عند المصريين القدماء. خط شعبي يعني بتاع العامه يبقى ده في عصر متاخر وهي دي الكتابه الديموتيقيه اللي وراه. السؤال رقم 4 وده بقى سؤال عليه جدل كتير جدا من ناس كتير قوي بيقول لك ظهر اقدم المراكز العلميه في مصر القديمه قبيل ايه؟ بص يا حبيب قلبي انت وهي، اولا بيقول لك اقدم المراكز العلميه وما قالش اقدم مراكز البحث العلمي. ده يفرق؟ يفرق. ليه يا مستر؟ لو قال لك اقدم مراكز البحث العلمي يعني جامعه اون هليوبلس وانا مغمض عينيا، لكن هو بيقول لك اقدم المراكز العلميه. انا عندي 3 مراكز علميه، عندي مدارس، عندي مراكز البحث العلمي، ثم عندي المكتبات. تمام؟ فده مش شرط عشان بس نبقى متفقين مع بعض. فالسؤال بعيد كل البعد عن جامعه اون. هتقول لي يا مستر طب ما هقول لك حاجه، ما هو بيقول لك قبيله يعني قبل الحاجات دي كلها. لو انا قلت بناء مدينه منف، هو مين قال لك ان جامعه اون اتبنت اول ما منف اتعملت؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ ملهاش علاقه. مين يقول لي بناء الاهرام؟ لان دي ودي بمعنى واحد. تحقيق الوحده، طب ما ده عصر مين الاول؟ الاجابه الصح طبعا هي تبقى الثروه الاجتماعيه، لان السؤال ده اصلا بيتكلم على اقدم المراكز العلميه، بيتكلم على المدارس، ما بيتكلمش على جامعه اون خالص، والمدارس اصلا موجوده من قبل كده. يبقى الاجابه الصح هي قبيله ايه؟ قبيله ايه؟ يبقى كانت موجوده في الثلاثه دول، يبقى قبيله الثوره الاجتماعيه. والسؤال ده منتهي. اي انواع الادب الديني تعد الاحدث ظهورا في مصر القديمه؟ الاحدث ظهورا وانا مغمض عينيا يبقى كتاب الموتى. حدد العلاقه بين بيوت الحياه والتراث الثقافي المصري. هقول ان بيوت الحياه تعتبر المحافظه على الهويه المصريه والمحافظه على اللغه وعلى الدين وعلى الهويه بالرغم من سقوط مصر تحت الاحتلال، الا ان استمر التواصل الحضاري واستمرت الحضاره لحد الان، فطبيعي هي حافظت على الهويه بتاعتي. السؤال الثاني في المقاله بيقول لك استنتج الاثر الناتج عن اختراع مصر القديم للكتابه. هقول اول حاجه عندي تسجيل اسرار الحضاره. هقول اول عندي ممكن اقول كمان حاجه اللي هي بدايه ظهور العصور التاريخيه، معرفتنا الان عن كل ما حدث في الجوانب الحضاره المصريه. لورو اول الحضارات التي عرفت الدراما التمثيليه بعد الحضاره المصريه. اول حضارات بعد مصر على طول يبقى الاغريق، يونان. يقول الحكيم بتاع حطب ما من احد يستطيع الوصول الى اخر حدود العلم ولا يوجد احد يبلغ الكمال في اجادته. تخص هذه الوصيه على او تحض على ايه؟ طبعا على التواضع وعلى الاجتهاد. استخدام المصري القديم لتسجيل نصوصه على جدران معابد الدير البحري. الكتابه جدران معابد مواد صلبه يبقى الكتابه الهيروغليفيه. استخدام المصريين القدماء كتابه في مزيج من الحروف الاغريقيه يعني يونان والديموتيقيه في مصر القديمه عقب دخول اسكندر مصر استحاله. بدايه عصر النهضه لا، انتشار المسيحيه ولا دخول الفرس مصر. طبعا هنا بيتكلم على الكتابه الديموتيقيه او الكتابه القبطيه يبقى انتشار المسيحيه القرن الثاني. ارتبط استخدام ادوات الكتابه عند المصريين القدماء ببراعتهم في علم ادوات الكتابه يبقى في علم الكيمياء. وهقول لك ليه في علم الكيمياء، عشان انا في فيديو الشرح كنت بقول لك ان في عندك حبر اسود ده اتصنع من حاجتين، دخان محروق مع صمغ، وعندك الحبر الاحمر اللي هو بتاع العناوين والتنبيهات ده تم صنعه من اكسيد الكربون لورو، اكسيد الحديد لورو. اي صحه العباره تنوعات المجالات العلميه التي يتم تدريسها في جامعه اون. هقول العباره صحيحه. تم دراسه فيها الفلك، تم دراسه فيها الطب، تم دراسه فيها الهندسه، تم دراسه فيها الدين. دليل تاريخيا على صحه العباره انزل المصريين القدماء العلم والعلماء مكانه عليا. دليل تاريخيا هقول طبعا كان المصري القديم يحترم العلم ويقدسه، وده ظهر عندي في حاجتين، كان بيتم احترام العلماء والمدرسين، وده تم عن طريق جانبين، جانب اقتصادي وجانب اجتماعي، الا وهو اعفاء المعلم من دفع الضريبه، وايضا احترام وتقدير المعلم وده جانب اجتماعي، وايضا كان يتخذ الطالب المعلم قدوه بالنسبه له، فده يعتبر جانب اجتماعي. اللي وراه السؤال اللي وراه
تمثلت اولى مراكز العلميه ظهورا في مصر القديمه. هنا بقى بيقول لك في فرق، اولى المراكز العلميه في مصر ظهورا في مصر القديمه يبقى الجامعات، جامعه اون. استمرت الهويه المصريه باقيه على الرغم من تعرض البلاد للغزو الاجنبي بفضل مين؟ طبعا جامعه اون اللي بيوت الحياه. اي من الادب الديني يعد الاقدم ظهورا في مصر القديمه وليس الاحدث؟ الاقدم يبقى نصوص اهرامات. السؤال اللي وراه بيقول لك حدد وجه الشبه بين نصوص الاهرام وكتابات الموضع. هقول ان الاثنين الاول من الادب الديني، هقول ان الاثنين تعتبر نصوص دينيه او تعاويذ دينيه، ولكن دي كانت في عصر دوله قديمه ودي في عصر دوله حديثه. دي تم استخدامها على جدران المعابد، اما الثانيه تم استخدامها على ورق البردي اللي وراه. فسر اسباب اختراع رجال الدين للكتابه الهيراتيقيه. هقول لسهوله وتسهيل نقل وكتابه المعلومات والمعارف، وبسبب صعوبه اللغه الهيروغليفيه اللي وراه. لا يدخلك الغرور بسبب علمك ولا تنتفخ او داجك لانك رجل عالم. يرجع النص السابق لاحد المصريين القدماء خلال عصر. طبعا هنا بيتكلم على غرور وعلى الكلام ده كله بصفه عامه، يبقى دي دوله قديمه اللي وراه. تمام. السؤال اللي وراه على طول طبعا هنا بيتكلم على دوله قديمه اللي هو الحكيم بتاع حطب. اي من حكام مصر القديمه الاتي اسمهم كان موضع نقد الادباء في مصر القديمه؟ موضع نقد يعني ضعيف. احمس؟ لا طبعا. تحتمس، حور محب، ثلاثه اقوياء جدا، ودوله حديثه. بالاجابه الصح البيبي الثاني، اول ثوره اجتماعيه. اي من الكتابات المصريه ارتبطت باعتقاد المصريين في البعث والخلود؟ بعث وخلود يبقى كتابه على جدران معابد، يبقى مقابر، يبقى كتابه الهيروغليفيه. وانا مغمض عينيا. اثبت صحه العباره. كانت استفاده المصريين القدماء من الادب الديني في البدايه، ثم زادت الاستفاده من توالي العصور. هو طبعا عندي نصوص الاهرام وعندي نصوص التوابيت، ثم عندي كتاب الموتى، وده بيدل على التقدم. الثلاثه كان فيهم تعاويذ وكتابات دينيه. واحده كانت مكتوبه في مصر القديمه اهرامات ومعابد، والثانيه كانت مكتوبه على توابيت خشبيه، ثم الثالثه على اوراق البردي. استنتج الاثر الناتج عن صعوبه استخدام اللغه او الكتابه الهيروغليفيه. هو الاثر الناتج عنها اختراع الكتابه الهيراتيقيه اللي وراه. المجموعه الثالثه والاخيره عندي، جاء اختراع الكهنه للكتابه الهيراتيقيه بهدف ايه؟ التدوين على جدران المعابد، دي مالهاش علاقه بالهيراتيقيه. تسهيل نشر العلوم والمعارف ولا مزج اللغه؟ طبعا الاجابه الصح يبقى تسهيل نشر العلوم والمعارف بسبب صعوبه الكتابه الهيروغليفيه. يرجع بدء ظهور التراث الادبي المصري العصر. يرجع بدء ظهور التراث الادبي المصري طبعا العصر الدوله يبقى الدوله القديمه، عشان ده بدء ظهور التراث الادبي، لكن الذروه وصلت في حته ثانيه اللي وراه. السؤال الثالث بيقول لك تتوقع ان تكون الكتابه التي قد تم استخدامها في كتابة بردية ايبرس هي ايه؟ كتابة هيروغليفية ولا هيراتيقية ولا ديموتيقية ولا قبطية؟ طبعا الإجابة الصح هي الهيراتيقية، عشان بيتكلم على بردية ايبرس وبيتكلم على برديات اللي وراه. السؤال اللي وراه رقم 1 في المقال، يحدد العلاقة بين الأدب والحياة السياسية في مصر القديمة. هتكلم هنا على الأدب السياسي، وهو هتكلم هنا على آراء الأدباء، وده كان عندي في حاجتين: عصر النصر والقوة فكانوا بيمدحوا الملوك، أما عصر الضعف فكان بيتم إن أنا ممكن إن أنا أسكت، يبقى في استكانة، أو أهاجم الملك أو أنصح الملك اللي وراه. فسر اسباب اقدام المصري القديم على العلم والتعلم. هو بسبب تقديس المصري القديم للعلم والتعلم، بسبب احترام المصري القديم للعلماء، وده قد ظهر ايضا عندي في حاجتين: جانب اجتماعي وجانب اقتصادي. الجانب الاقتصادي وهو اعفاء المعلم من الضريبه، الجانب الاجتماعي هو احترام المعلم، وايضا اختيار الطالب المعلم او يمثل المعلم للطالب قدوه حسنه. وبكده حبايب قلبي احنا الحمد لله خلصنا من اول النموذج الواحد لحد النموذج ال 14. بشكركم لو انت وصلت لحد هنا، واكيد طبعا لو حصل النهارده توفيق من ربنا، ولو في اي سهو فيبقى مني ومن الشيطان. لو في اي كومنت عندك او اي حاجه عايزك تكتبها لي تحت في الكومنتات، وزي ما احنا اتفقنا مع بعض في عندك فيديو قبل كده، فيديو شرح كامل على المنهج كله متضم على بعضه باهم نتائج التعلم، وعندك فيديو الحل على كتاب المصدر وكتاب الامتحان اكتر من 300 سؤال. لو عايز اي حاجه الكومنتات موجوده عندك. بشكرك شكرا جزيلا جدا. لا تنسانا باللايك وسبسكرايب. ان شاء الله النص الثاني هنبقى موجودين معاكم. شكرا جزيلا. سلام.